هاي، معاكم شيلا. النهاردة مكملين مع بعض الموسم الثاني من الانمي الرهيب الملك الشيطاني الذي يطارد زوجته. واللي ما شافش الجزء الاول متقلقش، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن عشان تبدأ الرحلة من الاول. ويلا بينا نبدأ قصة الانمي. وبنعرف ان ولي العهد المتحرش ما عملش اي حاجة معاهم او حتى حاول يقتل جين بسبب سولو، وانه بيحبها وعاوزها ليه. وفي مشهد تاني بنلاقي الامير جين مقيد وبيحاولوا يسيطروا على قوته الشيطانية اللي بتخرج منه، وحالته خطيرة. واللي بتدخل عليهم سولو فجأة، واول ما بيشوفها لينج فينج بيتجنن وبيقول لها انت ازاي تتجرأي وتيجي هنا؟ مش كفاية الاذى اللي اتصابه الامير بسببك؟ ما تقربيش منه، وضعه خطير جدا. انا عندي طريقة للسيطرة على طاقته الشيطانية دي. وفجأة بتقرب منه سولو وبتبوسه. طبعا ليه هتبوسه فجأة؟ عشان دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تخلي الامير يدخل الفجوة الزمنية الخاصة بيها وتقدر تكلمه هناك. اول كلمة بيقولها لولو، البوسة دي معناها ولسه هيكمل وعنده امل يا عيني انها بتحبه. بترد عليه سولو وبتقوله ما تفكرش كتير، شوف احنا فين دلوقتي. قال لها احنا في الفضاء الخاص بيكي، عشان كده انت بوستيني عشان يحصل صدى روحي بينا واقدر اصحى حتى لو فترة صغيرة. شكل كده الفضاء الخاص بيقدر يسيطر شوية على دمائك المظلمة، بس للاسف انا ضعيفة جدا. لو انت امتصيت كل طاقتي زي ما عملت مع مامتك كنت ممكن اقدر اساعدك وخليك تتعافى تماما. لا، انا عمري ما فكرت اني امتص طاقتك. وبتفتكر سولو ذكريات ليها وهي صغيرة، وبنلاقي واحد جاب لها هدية جرو صغير بمناسبة عيد ميلادها الخامس، وشكله كده رئيس المنظمة الإجرامية اللي هي كانت شغالة فيها، وبيطلب منها إنها تقتله. واللي بتقول له لا لا مش عاوزة، انت لازم تقتليه، انت ما عندكيش خيار للرفض. لو انت عاوزة تفضلي على قيد الحياة لازم تنفذي اللي بقولك عليه، لازم تقبلي أول عملية قتل ليكي. وبكده أخدنا لمحة عن ذكريات سولو وهي صغيرة، وكانت مسكينة كيوت، بس الحياة اللي فرضت عليها تكون قاتلة وقاسية. وبنرجع تاني للحاضر، وبتقول سولو للأمير جين انا عارفة انك مش عاوز تمتص طاقتك، بس انت للاسف ما عندكش خيار تاني. انت انقذتني من ضربة السكينة اللي حبيبتك ياوتشي كانت هتضربني بيها، وانا بصراحة مش عاوزة اكون مدينة ليك باي حاجة، ولازم ارد لك الجميل ده. بعد ما تستقر حالتك مش هكون مدينة ليك باي حاجة. وبتسيب سولو وبتمشي، وبنلاقيه يا عيني بيفقد السيطرة على نفسه بسبب قوته الشيطانية، وبنلاقي حالته اصعب من الاول ومش عارفين يسيطروا عليه ولا لين فينج ولا بيتشين. وطبعا المنقذة اللي بتنقذه كل مرة درة سولو هي اللي بتظهر عشان تنقذه، وفعلا بتعرف تهديه حتى لو لفترة قصيرة. وبيسألها لينج فينج انت قدرتي تلاقي الدواء المناسب؟ للأسف أنا دورت في كل حتة، ما سبتش بلد ما دورتش فيها، ومش عارفة ألاقي حل عشان أنقذه. بس وصلني خبر إن السيد رونج يون وصل عندنا هنا البلد وموجود دلوقتي عند قمة جبل الضباب. بتقول لهم سولو مين ده؟ بيرد عليها بيتشين وبيقول لها إن ده أفضل خيميائي في عالم بيلو، لو وافق إنه يساعدنا قد يتمكن من إنقاذ الأمير جين. بس في مشكلة واحدة، إن السيد رونج يون مغرور وجامد من الآخر، يعني نرجسي، مش بيقرب أبدا من عامة الناس. بتقول لهم ياوتشي بس انا قدرت اجيب رموز الامر الملكي من قصر ياوتشي ومن مدينة الهواء، لو قبل السيد رونج يون انه يساعدنا في رموز الامر الملكي بما انها قوتان هتعمله كضيف شرف مدى الحياة وتقدم له كل حاجة هو عاوزها. بيقولها لينج فينج ضيفي برضو معاها رمز قصر الامير جين ورمز قاعة نجم الشمال. بتقول لهم ياوتشي طالما قدرنا اننا نجمع موافقة القوى الاربعة في عالم بيلو هيكون عندنا حجة للتفاوض معاه. انا دلوقتي هروح ازوره وهسيب الامير جين في رعايتكم، اتمنوا ليا التوفيق واقدر اخلي السيد رونج يوافق. سولو تسكت لا طبعا، تقول لها استني عندك انا جايه معاك، رجلي على رجلك. ياوتشي بقى نفسها تمسكها تعجنها بس ماسكه نفسها. انت مش عارفه انك انت السبب في اصابه الامير جين؟ انت السبب في كل حاجه، كمان عاوزه تخرجي من قصر الامير جين معايا؟ انت مش خايفه اقتلك ولا حاجه؟ بصراحه ده يعتمد عليكي انت، هل حياه الامير جين مهمه بالنسبه لك ام ان حقدك هو الاهم؟ طالما بتقولي ان السيد اللي اسمه رونج يونج ده شاطر قوي كده ومغرور، هل فعلا رموزكم الاربعه دي هتنجح في اقناعه؟ اما انا عندي حجة مهمة لا يمتلكها عالم بيلو. بتضحك عليها ياوتشي، انا مش متخيلة ايه الكنز اللي معاكي يا انسة سو اللي بيتفوق على القوة الاربعة. ما تورينا الكنز ده بقى، هو انا هوريكي ليه؟ هو انتي صاحبتي ولا حاجة؟ تمام ماشي، انا مش عاوزة اشوفه، بس لازم توعديني بحاجة، انك تبعدي عن الامير جين بعد ما ننقذه، ده انا اللي عاوزاه بالظبط. وفي مشهد تاني بنلاقي الامير المتحرش قاعد بيتكلم مع المساعد بتاعه واللي بيقول له لو انت يا ولي العهد كنت قتلت سيدة الفضاء دي كنت هتقدر تتغلب على الامير جين
جن ونخلص منه للابد، ومش عارف ليه انت مصر تخليها على قيد الحياه وبتتصرف على مزاجك ومبتاخدش راي حد، وخلتنا نخسر كتير بعد الشغل الكتير اللي احنا عملناه. بيرد عليه ولي العهد ببرود وبيقول له وفيها ايه؟ شكل كده كل واحد مننا عنده هدف مختلف، لو انتوا عاوزين القوه المظلمه الموجوده بجسد الامير جن، اما انا عاوز انهي حياته. انا بس عاوز اقول لك حاجه، لو ما حصلناش على القوه المظلمه اللي بجسمه عمرك ما هتقدر تقتله وتنهي حياته للابد، وسيده الفضاء دي هتفسد كل حاجه بقوتها، عشان كده لازم نقتلها هي الاول لو انت عاوز تحقق هدفك. بيرد عليه ولي العهد وبيقول له شكل كده التعاون بتاعنا هينتهي عشان اهدافنا مختلفه. انا عاوز اقتل الامير جن، بس سيده الفضاء دي انا عاوزها ليا. احذر من الاختناق، انت عاوز تاكل كل حاجه. بيقصد بكلامه انت عاوز تحب كل الستات، وفيها ايه؟ كلها اطباق من الطعام، ايه المنع ان ناكلها كلها؟ ولي عهد متحرش صحيح، بيشبه الستات بالاكل، بيفكرني بالرجاله اللي عندنا اللي بيشبهوا الستات بالحلوى المغلفه والغير مغلفه، وبيتخانقوا بقى وبتفض التعاون اللي بينهم. وفي مشهد تاني بنلاقي سولو راكبه ورا ياوتشي على حصانها السحري، وكالعاده سولو ماسكه في خناقها وبتقول لها شعرك ده بيخبطني، يا ريت تحاولي تقصيه شويه، هو انت مش بتتعبي وانت بتغسلي؟ واللي بترد عليها ياوتشي وبتقول لها لو ما بطلتيش كلام هحدفك بنفسي من هنا، وريني كده بقى هتعمليها ازاي. وبيقعوا فجاه من على الحصان السحري بقوه غريبه، وبيضطروا بقى انهم يكملوا مشي، وبيوصلوا اخيرا عند جبل الضباب. ولما بتحاول ياوتشي انها تستخدم قواها عشان تطير ما بتعرفش، لان في حاجز موجود بيمنع استخدام القوه الروحيه، وهيضطروا يتسلقوا الجبل. طبعا سولو بنتنا الشقيه الرشيقه ما يهمهاش وهتعرف تتسلقوا زي القرده. ياوتشي المسكينه اللي معتمده على قوتها الروحيه السحريه طول حياتها هتعمل ايه؟ وبتضطر سولو انها تساعدها، وماشيه معاها خطوه بخطوه وبتقول لها تمسك فين بالظبط. وكانت ياوتشي هتقع يا عيني، بس سولو بتقدر تمسكها من حزامها على اخر لحظه، وفعلا بيقدروا يوصلوا اخيرا لقمه الجبل. لما نشوف بقى السيد رونج ده هيعمل فيهم ايه، شكله كده من كلامهم انه مجنون شويه. وبيظهر قدامهم بقى السيد رونج واللي بيطلع شاب وسيم. انتوا عارفين يا جماعه ان نقطه ضعفي الرجاله اللي شعرهم ابيض، واللي بيقول لهم السيد رونج اشربوا ميه، انتوا تعبتوا عشان توصلوا هنا. وبنعرف انه كان بيراقبهم وهو اللي كان بيحط لهم العوائق طوال الطريق، واللي بتقرب منه ياوتشي بسرعه وبتعرفه بنفسها، وبيرد عليها وبيقول لها انت شكلك كده عاوزاني انقذ حد. ايوه صح، انا هقدم لك كل الرموز الملكيه دي لو قبلت انك تساعدنا. بيرد عليها رد صادم، للاسف الرموز الملكيه بتاعتك دي مش عاجباني، يا ريت تشوفوا عرض تاني تقدمهولي. وبتقرر سولو بقى توقف شرب ميه وبتقول له انا عارفه اني ما عنديش موارد الالهه المخلده، بس انا هقدم لك ده. وبنلاقيها كاتبه على الارض كتابات غريبه ومش عارفه لحقت تكتبها امتى، واللي بتقول له دي مش هتلاقيها موجوده في عالم بيرو ابدا. وبتصطدم سولو من رده وبيقول لها المعادله دي انا عارفه افهمها كويس. وبتقول سولو لنفسها ازاي حتى المعادله الكيميائيه للاسلحه البيوكيميائيه في كوكب الارض عارفها؟ طبعا ياوتشي شمتانه فيها وبتقول لها شكل كده كنزك ملوش لازمه. واللي بنلاقيه فجاه بيقول انا موافق، انا هروح انقذه، بس مش عاجبني الحاجات اللي انتوا جايبينها في المقابل لانقاذه. المقابل بقى انا اللي هحدده، انا عاوزكم تتقاتلوا واللي هتفوز انا هروح معاها. القواعد بسيطه جدا جدا، لما تتحرك القطع السوداء تجاه البيضاء بتقدروش تستخدموا قواكم الروحيه، والعكس لما تتقدم القطع البيضاء تجاه السوداء هيكون عندكم الحريه في استخدام قواكم الروحيه. يلا ابداوا. لما نشوف بقى خناقه الستات دي هتخلص على ايه. واللي بتبدا ياوتشي على طول انها تهاجم سولو، واللي بتضربها سولو برضو بنتنا برضو وليه قادره، بس هتقدر سولو تواجه ياوتشي بقواها الروحيه القويه، وبتقدر سولو تنقذ نفسها باستخدام قوه الخشب واللي بتكون لسه ضعيفه في استخدامها. وبتنتهي الخناقه اللي بينهم بالقتال ده ان سولو هي اللي كسبت. طبعا ياوتشي عماله تبرطم بالكلام ازاي هي تخسر ومش متقبله خالص ان سولو هي اللي كسبت. وبيعرض السيد رونج على ياوتشي فجاه انها تكون تلمسته لانه اعجب بقواها، وبياخد السيد رونج باستخدام قواه السحريه سولو للقصر في لحظه. وفعلا باستخدام قواه بيقدر يعالج الامير جين، وكل منبهر من قواه الجباره. واللي بيقول لها انا ممكن انقذه بس لسه هحتاج اصنع ادويه الشفاء، واللي بيطلب منهم اعداد رهيبه من المكونات عشان يصنع ادويه الشفاء، واللي بيقول لهم لازم تجيبوها في خلال 3 ساعات بس والا هيموت. وبنلاقيهم مجمعين احجار كتير وقاعدين بيحاولوا يطلعوا منها المواد المهمه اللي هتعالج الامير. وبيقول لها بيتشن انت للاسف مش هتعرفي تفرقي بين الاحجار دي، وان في بعض الاحجار بتحتوي على مواد ثمينه جدا على عكس غيرها، وللاسف مش هتعرفي اي الاحجار اللي بتحتوي على المواد الثمينه المهمه دي الا بعد تقطيعها، لذا وجودها بيعتمد على الحظ. ولينج فينج متوتر جدا انهم مش هيلحقوا يجمعوا العدد المهول ده من المكونات في 3 ساعات، لان الاحجار دي بتاخد وقت كبير عشان يفتحوها. وقاعد هو وبيتشن بيتكلموا عشان يشوفوا اسرع حل، وفجاه بيتواصل مع سولو تنينها الروحي الصغير وبيقول لها الحلوى اللذيذه دي انا عاوز اكل الحلوى اللي لونها ازرق. وبكده بتكتشف سولو ان تنينها الروحي
روحي بيعرف مكونات الأحجار دي وبيعرف أي واحدة منها اللي جواها المواد الثمينة وبتاخده وبتروح بقى على السوق. وسولو مخبياه في هدومها ومش عارفة تسيطر عليه وبيقول لها خرجيني أنا عاوز أخرج ألعب وآكل الحلوى اللذيذة. وبتجري تقف على جنبه وبتقول له ما ينفعش أخرجك، لو الناس أخدوا بالهم منك هيحاولوا يقبضوا عليك بما إنك تنين روحي مش أي حيوان روحي عادي. متقلقيش أنا أقدر أتحول لحيوان روحي عادي ومحدش هيعرف حقيقتي. إزاي هتعمل ده وإيه الحيوان اللي أنت هتختاره؟ وبيتحول لجرو صغير سكر قوي زي الجرو الصغير اللي كان في حياتها وكان أول هدية ليها. وبيقول لها شفتي أنا اتحولت لحيوان زي اللي موجود في ذاكرتك. وما بيصدق وبيطلع يجري وسولو بتجري وراه وبيعرف يختار كل الأحجار الثمينة وبتشتريها سولو. وفي مشهد تاني في السوق بنلاقي بنت وولد ماشيين بيتكلموا إنهم عاوزين يشتروا أحجار بمناسبة عيد جدهم الستين وإن جدهم هوايته المفضلة هو تخمين الأحجار ومقررين إنهم يشتروا كل الأحجار اللي في السوق وبيطلبوا من كل الناس الموجودين في السوق إنهم يسيبوا الأحجار اللي معاهم. والناس أول ما بتشوفهم بيسمعوا كلامهم لأنهم من عيلة كبيرة جدا في البلد وعاوزين بقى يعبروا عن احترامهم ليهم. لما نشوف هيعملوا إيه في سولو اللي اشترت أحلى الأحجار في السوق وأكيد مش هتتخلى عنهم وبيبدأوا بقى يتخانقوا مع سولو وكلبها الكيوت المتعصب وبيدخلوا في تحدي معاها إنها لو خسرت هياخدوا منها الأحجار وهيدوها ضعف ثمن الفلوس اللي دفعتها. طبعا سولو قبلت التحدي وهي واثقة إنها هتكسب وبالفعل هتكسب وأخدت الأحجار ومشت. وبنلاقي بقى الأخت سوشي بتقرب من الاتنين الأخوات اللي خسروا وبتقول لهم البنت اللي كسبتكم دي أختي الصغيرة الآنسة الرابعة عديمة الفايدة لقصر جنرال سو بس خانت قصر الجنرال سو وراحت لقصر الأمير جين اللعنة عليها. ازاي انتوا اخوات؟ ده انتوا مش شبه بعض خالص وانا متمناش اني اكون شبهها، هي اصلا عدوتي. ايه رأيكم لو عملنا تحالف عشان نتخلص منها؟ احنا مش هنستفيد حاجة، احنا هنمشي من هنا وهنقول لجدنا كل حاجة وبيسيبوها وبيمشوا. الاخت سوشي فاقدة الامل تماما لدرجة انها قاعدة تدور في الشارع على حد يساعدها عشان تتخلص من سولو وفجأة بينده لها واحد وبيقول لها استني انا هكون حليفك. طبعا عارفين ده مين؟ ده الحليف السابق لولي العهد المتحرش ولما اتخانقوا سابوا بعض. اي تحالف بالظبط. وانت مين؟ انا حليفك ضد سولو. انا عارف ان وضعك دلوقتي في قصر الجنرال سو مش احسن حاجة وانك كنتي خلاص هتكوني اميرة وهتحققي كل اللي نفسك فيه بس للاسف ده ما اتحققش بسبب اختك الصغيرة والاسوأ انها بقت صديقة للامير جين. هو انت راضية باللي حصل ده وخلاص استفزها عشان تتحالف معاه؟ يا ترى خططهم ايه؟ هنعرف بعدين. وفي مشهد تاني بنلاقي بقى السيد رونج قدر يعالج الامير جين وخرج اخيرا معاه وبيفرحوا كلهم وخلاص اطمنوا عليه وكلهم مشوا وسولو بقى بتقول له يلا باي باي انا همشي. فبيمسكها من ايديها وبيقول لها سولو انت رايحه فين؟ في العالم الكبير ده اكيد هلاقي مكان هستخبى فيه. في العالم الكبير ده مكانك هو جنبي وهتكوني بامان. يعني على حنيته ورومانسيته. ايها الامير هو انت مش فاكر اخر حاجه حصلت بينا؟ اني اكون جنبك هو اخطر مكان اكون فيه. كلما فقدت عقلك دمك الاسود بيخليك وحش مجنون بيحاول يلتهمني ويأذيني كل مره. فبيسيب ايديها وبتقول له انا كده سددت كل ديوني ناحيتك وكل حاجه حلوه انت عملتها انا رديتها. فبيتدخل بقى السيد رونج وبيقول لهم دي حقيقه انه دمه الاسود بيحاول دايما انه يلتهم متدرب الفضاء طول الوقت بس لو كان متدرب الفضاء قوي جدا مش هيقدر يلتهمه كمان يقدر يساعده ويخلصه من الدم الاسود ده. ايها السيد رونج ازاي اكون قويه جدا؟ والى اي حد بالظبط؟ قولي. الى حد ان تصبحي قويه لتكوني في عالم بيلو هو انك تكوني ملكه او اميره. وبيقول جين لسولو انا هساعدك هوفر لك افضل الموارد في التدرب تقدري تعتمدي عليا في اي وقت. وبيحط ايده على شعرها بلطف وحنيه وسولو العنيفه بتهدى ووشها بيحمر. تاني يوم بنلاقي سولو مع الامير جين في مركب وبتقول له سولو يا ريت بقى توضح لي الموضوع ده، هو التدريب ليه هيكون في المركب ده وليه ملبسني الهدوم دي؟ الفستان ده مجرد هديه مني يا سولو على انك ساعدتي السيد رونج وجمعتي الحاجات اللي هو محتاجها. يا ترى احنا رايحين بقى فين بالظبط؟ هتعرفي لما نوصل. المكان اللي احنا هنروح له مناسب جدا للتدريب. وفجاه بيقول لها احنا وصلنا. سولو بتتخض وبتقول له وصلنا فين؟ احنا في وسط الميه، انت اتجننتي ولا ايه؟ وفجاه بيظهر جزيره من تحت الميه وبيبدا يشرح لها ان دي جزيره اسمها الارجوان وبتكون عاده في قاع البحر وبتطفو على السطح مره كل 100 سنه. والقصر الموجود هنا فيه عدد كبير من الكتب النادره عن اساليب التمرين القديمه. هي الكتب دي ممتازه قوي كده؟ الكتب دي كويسه جدا وفي انواع كتير من الكتب النادره لا تقتصر فقط على تمارين حيل عناصر الهواء والنار والماء والخشب والرعد بل ايضا في
قوانين الخيمياء المتخصصة والفضاء، بيطلق عليها اسم موسوعة سيو السرية. جميع القوى بتتنافس عليها عشان ياخدوها. لو حد قدر ان ياخد اي كتاب منها اكيد هتبدأ معركة لا نهاية لها، والاكيد اننا مش هنكون لوحدنا هنا. وفجأة بيظهر المنافسين ليهم زي الجنية ياوتشي واخوها والبنت والولد اللي شافوها في السوق وخسروا قدامها، وكمان بيتشن وناس تانية منافسة ليهم. اول ما بتشوفها الجنية ياوتشي بتتجنن وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا مع الامير جين؟ انت نسيتي وعدك ليا؟ طبعا للناس اللي مش فاكرة الوعد انها قالت لما الامير يتعالج انا هبعد عنه للابد ومش هتشوفي وشي تاني. بترد عليها سولو وبتقول لها بصراحة كده انا مش ناوية امشي. يا ترى ايه السبب؟ في اسباب كتير ومش ناوية اقولك عليها. وبيقول لهم بيتشن بقى كفاية خناق وخلونا نفكر ازاي هنفتح الباب ده. لازم نجمع كل القوى الروحية المختلفة عشان نقدر نفتحه. وبيقول لهم الحفيد المدلع احنا كده معانا الرياح والنار والماء والخشب والرعد كلها هنا. ياوتشي بتقول لهم كده ناقصنا عنصر واحد، هو عنصر الفضاء اللي انقرض من العالم بتاعنا. طبعا ما حدش يعرف ان سولو عندها عنصر الفضاء، مفيش غير الامير جين. فالامير جين بيقول لهم طالما احنا فنجرب ممكن يفتح من غير عنصر الفضاء. ولما بتساعدهم سولو وبتعمل نفسها بتستخدم قوة من قواها العادية، استخدمت عنصر الفضاء والباب فعلا اتفتح. طبعا مفكرين انهم جامدين وفتحوا الباب من غير عنصر الفضاء، وبيلاقوا ممر كبير وفيه اكتر من باب وباب واحد هو اللي صح، وكل اتنين بيختاروا باب وكل واحد بقى هو وحظه. وبنلاقي الجرو بتاع سولو بيختار الباب اللي واقف عليه الجنية ياوتشي واخوها اللي مش طايق نفسه ولا طايق حد. ولما حاول اخوها يقتل الجرو بيوقفوا جين وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتقتل جرو مش بتاعك وملك لحد تاني؟ فبتتعصب ياوتشي وبتروح لباب تاني، وده من حسن حظنا طبعا عارفين ان تنين سولو بيعرف يحدد الاماكن اللي فيها كنز. والباب اللي كان واقف قصاده ياوتشي واخوها ده الباب اللي عليه الكنز زي ما تنينها الروحي المتنكر ده بيقول. وبتدخل هي وجين الباب وبيواجههم وحش روحي كبير من الرمال وبيقدروا انهم يهزموه باتحادهم سوا. ولما بيخلصوا بتلاقي سولو في ايد جين كرة لونها احمر، بتقول له ايه ده؟ دي كرة القوة الروحية. بعض المتدربين لما بيقتربوا من الموت بيجمعوا قواهم الروحية في كرة وبيسيبوها للي هيجي بعدهم. لو حد اتعرض بضربة بيها هيموت اكيد، بس في نسبة ضئيلة جدا ان الشخص اللي اتضرب بيها ما يموتش، بل ايضا بياخد القوة الروحية اللي موجودة جوه الكرة وبيديها لسولو بيقول لها خديها ممكن تحتاجيها بعدين. طبعا عارفين رد سولو العنيدة شكرا انا كده بعرف احمي نفسي مش محتاجة حد ولا ادوات. وفجأة بيلاقوا قطرات المية بتطير في الهواء وبتمطر فوقهم، وبيظهر هيكل عظمي لسمكة عملاقة واللي بشكل سحري بترجع لأصلها تاني وبقها مفتوح. سولو بتقول لجين بقها مفتوح كأنها بتدعونا للدخول، وبتشد سولو جين من ايديه وبتقول له ما تكونش جبان يلا نكتشف ايه اللي جوه. ولما بيدخلوا بيكتشفوا انهم دخلوا الباب الصح من البداية. وبيقول لها جين ان اللي بيلاقي الكتب النادرة بيقدر ياخد منها 7 كتب بس، فاختاري انتي. ولما بتختار سولو الكتب ال7 بيختفي المكان وبيرجعوا تاني للمكان اللي كلهم اتجمعوا فيه. واللي اول ما بيشوفهم بيتشن بيقول لسولو انتوا شاطرين خالص، وبتدي سولو كتاب لبيتشن عن تمارين حيل النار كهدية، وبتدي جين كتاب عن تمارين حيل الرعد. بتفكر في احبابها ومش انانية خالص. بما اننا حصلنا على الموسوعة السرية يلا بينا ندور على باب نروح منه. وبنلاقي ياوتشي قاعدة حزينة وبتقول اخدت مني الامير جين واخدت مني الباب اللي كنت هدخله واللي كان فيه الموسوعة السرية. يا ترى عاوزة تاخدي مني ايه تاني؟ مش هخليكي تاخدي السيد رونج مني ابدا. واخوها بيتعصب لما بيشوف اخته حزينة قوي كده وبيقول لها اختي انا هرجع لك كل حاجة كانت ليكي ما تقلقيش. وفجأة بدأ المكان ينهار وكل بيجري عشان يخرج قبل ما يتحبسوا في المكان لمدة 100 سنة تحت المية. وفجأة بيهاجم سولو وجين اخو ياوتشي وبيفصل جين عن سولو وبيزق اخته مع الامير جين من مخرج، وبنلاقيها بتبتسم ابتسامة شريرة. ياوتشي خلاص اتجننت وبيستفرد بقى اخوها بسولو. وبتلاقي سولو فجأة نفسها اتنقلت لعند الساحة للباب الرئيسي اللي دخلوا منه اول مرة، وبيبدأ يهاجم سولو بقواه الجليدية. وسولو بتقول له انت عاوز تقتلني عشان اختك؟ انا ازاي هطفي غضبي لو قتلتك؟ بس انا عاوز استعيد الموسوعة السرية وكمان الامير جين وكل حاجة تخص اختي. انت اتجننت؟ انت لازم تموتي هنا ودلوقتي عشان كل حاجة ترجع ملكا لاختي. وبيبدأ على طول يكمل هجوم على سولو وبينجح انه يجمد سولو على هيئة تابوت جليدي. وبتنجح سولو انها تستخدم الكرة الروحية اللي اداها لها الامير جين وبتتحدف سولو في المية من قوة الانفجار وبتقدر تنقذ نفسها. وفي الاخر استخدمت الكرة الروحية وكانت بتقول للامير جين لا انا عمري ما هحتاج حاجة زي دي ابدا. وبنلاقي المية بتطلع سولو على الشط وبنلاقيها برضو لسه متجمدة وبتقول لنفسها الجليد ده ما دبش ومش عارفة اعمل ايه وقوتي الروحية ضعيفة جدا ومش عارفة استخدمها. لو فضلت كده لالاف السنين هتحول لاحفورة بشرية من حجر الكهرمان وهيعرضوني في متحف. الموضوع هيكون محرج قوي. سولو في قمة التفاؤل حاليا. انا حاسة اني لو مكان سولو هقول نفس الكلام. وفجأة بيظهر الامير جين فوقها وبيقول لها ايه ده غريب
غريب، هو ازاي هنا موجود قطعة جليد؟ وبيحاول يغيظها. قطعة الجليد دي شبه سولو، انت واقف عندك ما بتتحركش ليه؟ يلا ساعدني وبطل كلام ولعب. انا اقدر اساعدك بس لازم توافقي على شرط واحد. الشرط بسيط جدا، انك تتجوزيني. انا وقعت في حب جين وحركات الرومانسية الطعمة دي بجد. سولو بقى بتقول لنفسها ايها الوغد المستغل، ايه رأيك هنقعد مع بعض لمدة 3 شهور نتعرف على بعض، وبعدها لو كنتي موافقة ارميشي 3 مرات انا هرمش على راسك. وبتقولها وهي متعصبة وشوية وهتقوم تاكلوا اكل. سولو حبيبتي في الرومانسية مفيش يما ارحميني، اديني 3 شهور، لو ما اجبتيش بيا في الفترة دي مش هزعجك بعدها ابدا. ايه رأيك؟ ورمشت له مرتين وطلعت عينه عشان ترمش الرمشة الثالثة، وكبريائها ما كانش سمح لها. واول ما بترمش له الرمشة الأخيرة بيستخدم جين قواه وبيكسر الجليد، وبيستخدم كل قواه وبينهار فجأة جين بدون سبب، وبتضطر سولو انها تشيله. قمة الرومانسية يا جماعة. وبما ان الليل جاء وسولو مش هتعرف تمشي بالليل، بتروح لكهف وبتحط جين فيه لحد ما يطلع النهار، وهتشوف بقى هتعمل ايه. سولو مستغربة ايه اللي حصل مع الامير جين وليه قواه استنفذت بسرعة، وهل ده ليه علاقة بالمهمة الأخيرة اللي كانت فيها، وشكت ان ياوتشي عملت فيه حاجة هناك. ولما بتحط سولو ايديها على وشه بتلاقيه حرارته عالية، وبتسيبه وبتمشي تدور على اي حاجة تنزل الحرارة دي، وبتجمع اعشاب كتير وبتبدأ تحضر الدواء اللي هيساعده. ولسه بتشيل عنه هدومه وبيمسك ايديها. انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ انت صحيت كويس، خد الدواء السحري اللي انا حضرته ده وعالج نفسك. وبيوقع الحاجة اللي هي ادتها له وعامل نفسه يا عيني دايخ، انا مش قادر امسك حاجة، انا دايخ جدا وما عنديش اي طاقة، عشان يخلي سولو اللي بيحبها هي اللي تعالجه. انا متأكدة انك عندك قوة كافية وبتدلع بس عليا. انا تعبت قوي امبارح، كنت طول اليوم بدور عليكي في البحر وجالي برد بسبب كده. مش مفروض بقى انت تعتني بيا؟ ده انا تعبت عشانك. بيعرف يدخل للانثى منين بالظبط. شقي قوي الامير جين ده. وبتشربه سولو الدواء وبتبدا تستخدم السكينه عشان تقفل الجرح، وبيقول لها لو بقى اثر للجرح هتكون انت المسؤوله. لو كنت مصر انك تتكلم يا ريت بقى تتكلم على حاجه مفيده. زي ايه؟ يا ترى بقى ايه اللي حصل مع ياوتشي لما كنتوا مع بعض في الغرفه السريه؟ ومين اصابك بالطريقه دي؟ انت ما كنتش كده خالص. في الغرفه السريه لازم نوازن بين طاقه اليين واليانج بين الجميع، وبنحتاج للتكوين الروحي بينا للخروج. قلت لي تكوين روحي، وبتشك فيه بقى زي اي انثى، بس عشان اميرنا مخلص ولذيذ ما عملش كده، وقال لها بس في طريقه تانية للخروج، وهي استنساخ نفسي في اقصى قوتي واقتلها، واللي يكسب يقدر يمشي. وفي النهايه انا فزت طبعا، ورجعت شاب وسيم جميل بعمر الورود. وايه بقى اللي حصل مع زميلتك ياوتشي؟ اكيد عندها طريقه خاصه بيها. لما خرجت على طول من الغرفه السريه ما اهتمتش باي حاجه غير اني ادور عليكي، انت اللي في قلبي مش هي. وسيم وقوي ومخلص ورومانسي، ده كل اللي تتمناه اي بنت. وفجاه بتقول له وبتزقه برخامه كده انا خلصت، استنى بقى لما الجرح يلم. وبيقول لها انا قفشتك بتضحكي، وبيمسكها من ايديها كانه مصدق اخيرا انها تضحك او تثق فيه شويه. سيبني بقى، انت مش عاوزه تقعدي معايا تعتني بيا ليه؟ انت افضل الخبراء، اكيد مش هتحتاج لبنت ضعيفه زي تعتني بيه. وبيتدلع بقى شويه عليها وبيقول لها انا فضلت طول اليوم بدور عليكي في البحر، واضطريت اني اقاتل نفسي كمان، انا دلوقتي ضعيف جدا. وبتقعد سولو جنبه بادب، قول لي عاوز اعمل ايه؟ وبيشدها ناحيته فجاه، خليكي معايا لحد ما تعافى، اديني الدواء ونيميني. وبينام على كتفها بكل بجاحه. نسيت اقول حاجه، يا ريت كمان تظهري في حلمي. وفي مشهد تاني بنلاقي ياوتشي قاعده في سرير متضايقه، وقاعده بتقول لنفسها ليه جين مش عاوز يقعد معايا ويمشي بالطريقه دي؟ الامر ده كان مهين قوي بالنسبه للبنت، ومفيش اي بنت تتمنى انها تحس بالشعور ده، ان الولد اللي بتحبه يعاملها بالطريقه دي. وفجاه بيظهر قدامها نفسها اللي مفروض تحاربها عشان تعرف تخرج من الغرفه السريه، تتخلى عنها في الوقت اللي هي مفروض هي محتاجه له، بس مفروض يكون عندها شويه دم. واحد مش بيحبك هتجبريه يحبك ازاي؟ خلي عندك شويه كرامه وسيبيه بقى. وبنلاقي بقى مين موجود على نفس الجزيره اللي موجود عليها سولو وجين، اخو ياوتشي المجنون، ربنا يستر عليهم. الراجل ده مش شايف قدامه غير الحقد وياخد حق اخته. تاني يوم نلاقي اختنا سولو كانت نايمه بتشخر وجين نايم في حضنها، بتزقه بعيد عنها ولسه بتحاول تلمسه عشان تطمن عليه. قال لها انا كويس متقلقيش، خليك قاعد هنا لان اصابتك كانت قويه، هروح ادور على بعض الاعشاب عشان اعمل لك عقار تاني. فبيمسكها من رجليها وبيقول لها لا ما تمشيش، انا كده مش هطمن لو رحتي لوحدك. هتعملي ايه لو كان في وحوش في الجزيره؟ ما تخاطريش بنفسك ارجوكي، انا هفضل هنا وهتعافى اليوم واحد. انا مش عاوزه مساعدتك، انا عاوزه اساعد نفسي برضه. انت تقصدي اجتماع اختيار المتدربين؟ ايوه، وكمان لازم اتقن الخيمياء قبل الاجتماع ده. وبيقول لها جين بكل حب انت اكتر فتاه مجتهده ومناضله عرفتها في حياتي، مهما كان الشيء اللي انت عاوزاه ومهما اردتي ان تصبحي بتقدري تاخدي اللي انت عاوزاه وتوصلي له. جين باين في عينيه انه بيحبها حب. وفي مشهد تاني وسولو بتجمع الاعشاب بيظهر لها اخو ياوتشي المجنون، وبيقول لها اول ما شافها ايتها الفتاه انت لسه ما موتيش؟ انت بجح قوي، عاوز
عاوزني اموت وانت تفضل حي؟ ما تموتش ليه انت كمان؟ طالما احنا متمسكين بالحياه كده خلينا نتقاتل مره تانية. وبتفتكر سولو كلام جين ان الكره الروحيه اللي رمتها عليه ما اذتوش وما خلتوش يموت، يبقى كده قوه الكره الروحيه راحت له وشكله كده بقى اقوى، وبيبدا على طول يهاجم سولو واللي بتجري تهرب، وبتقول لنفسها ده بقى اقوى من الاول. انا هحاول ما بينش ان جين موجود هنا عشان لو عرف هيقتلنا احنا الاتنين سوا، لازم الاقي طريقه للمماطله عشان الامير جين يلحق يتعافى. وبتحاول تستخدم سولو قوه النار ضده بس بتكون بدون فايده، وبتجري تهرب تاني، ولقت فكره ذكيه وقالت تجربها، وبتنط على الخشبه الموجوده في النهر، فبينط وراها وبيقرر انه يجمد النهر كله، ولسه هيمسكها بنلاقيها خدعته وكانت حاطه هدومها على جذع الشجره وسولو مش موجوده. خطه في منتهى الذكاء وهتديها وقت كافي انها تماطل معاه، وبتقول لنفسها الحمد لله اني قدرت استخدم هدومي القديمه اللي كنت مخبيها في الفضاء الخاص بيا. وهي بتجري فجاه بتقع وبيحاوطها اخو ياوتشي بجدران تلج من كل ناحيه عشان ما تهربش. انتهت اللعبه، على الفائز انه يحصل على جائزته دلوقتي. ايه اللي انت عاوزه؟ الموسوعه السريه والامير جين. سواء كان الامير جين او الموسوعه السريه كده كده كلها ملك لاختي. انا كده كده خبيت الموسوعه السريه. بالنسبه بقى للامير جين هو شخص حي، هتجبره ازاي يكون مع اختك؟ انا عندي طريقه اخليه ازاي يكون مع اختي. لو انت اختفيتي هيرجع الامير جين لاختي طبعا، واثق قوي في نفسه، بس انت لو قتلتني دلوقتي مش هتعرف مكان الموسوعه السريه ابدا. وبيربطها بحبل من ايديها وبيجرها وراه وبيقولها يلا خديني لمكان الموسوعه السريه، وبيقولها بقى الحبل ده سحري مكون من عنصر الجليد، كل ما تقاومي كل ما بيكون اقوى. يا ريت بقى ما تحاوليش تعملي اي حاجه وتمشي وانت ساكته وتوريني مكان الموسوعه. فبتستخدم سولو حيلتها الاخيره وبتدخل بقى للفضاء الخاص بيها، وبتلاقي تنينها نايم في العسل. اول ما بيشوفها بينط في حضنها على طول. انا جايه هنا اشوف اسنانك لسه جامده زي الاول ولا لا. وفجاه بتقول بقى لاخو ياوتشي المجنون عشان تنفذ الخطه بتاعتها مع التنين انا عاوزه اروح الحمام، وبيقول لها روحي ورا عند الصخره دي. ازاي يعني هروح وانت رابطني كده؟ مش هعرف اظبط هدومي، البنات دايما مزعجين كده، يلا روحي بسرعه وما تحاوليش تخدعيني. وبتنزل سولو ورا الصخره وبتستدعي تنينها، وعدى الحبل وفكه بكل سهوله. وبيحس بقى اخو ياوتشي المجنون انها اتاخرت، وبيقول هو متعصب ايتها الفتاه انت بتعملي حمام ولا بتولدي ولا ايه بالظبط؟ وفجاه بيشد الحبل بيلاقي الحبل كان مربوط بصخره واتخدع للمره الثانيه، فبيتعصب اكتر من الاول. وفي مشهد تاني بنلاقي سولو وتنينها بيهربوا، واللي بيحاول يساعدها ويزود سرعتها بقوه صخر الكريستال اللي اكلها. وسولو يعني بقت لا عارفه تطير ولا عارفه تمشي حتى. وبرده اخو ياوتشي المجنون بيقدر يوصل لسولو وبيهاجمها فورا. لما نشوف اخرتها ايه مع الاخ المجنون ده، وبتقع سولو وهي بتواجهه من على الجبل وبرده بينزل لها. بس في حاجه غريبه ان سولو وقعت في منطقه لونها احمر وغريب، ولما بيحاول يهاجمها بيظهر نار حوالين سولو وبيتصدى لقواه الجليديه، وبيقول لنفسه ايه الشيء ده وازاي يتصدى لهجوم الجليدي. وبتلاقي سولو في المنطقه الحمراء دي كهف وبتقرر تدخله، والكهف ده اشبه بمنطقه بركانيه، وبتقول له اهلا بيك في ملعبي بقى. ما انتوا عارفين سولو ان عندها قوه النار وبتبدا تهاجمه بس قوتها بتكون ضعيفه جدا، وبيقول لها بطريقه مش كنت بتقولي ان ده ملعبك من شويه؟ بس في حاجه غريبه بتحصل، وبيقول وهو مستغرب ازاي كل تعويذات الجليديه بتتحول لنار. وسولو بتقول لنفسها كل ما بيحاول يستخدم قواه الروحيه هنا بتصيبه النار في جسمه كانه بيصب الوقود على نفسه. يمكن ان المكان ده بيستخدم فيه تعويذ حيل النار بس، وبنلاقي فيه طاقه ناريه بتخرج من الفراغ وبتهاجمه وبتزقه بره الكهف. ولما بيحاول يدخل تاني بيظهر باب حجري بيقفل الكهف ومكتوب عليه من يغلق حفره النار عليه التعويض بنصف عمره من تمرين الخلود. فبيستغل الفرصه بقى انه يغلق الحفره دي على سولو عشان سولو تتحبس هنا للابد. ولكن لما بيستخدم قواه عشان يقفلها بيظهر ضوء احمر وبيزقه بعيد. هل يا ترى نجح في انه يقفل المكان على سولو؟ وفجاه بنلاقي جين وصل وبيهجم على طول على اخو ياوتشي، واللي بيقول له انت ازاي تهاجمني؟ يا ريت ما تفكرش في اي بنت تانية غير اختي. فين سولو انت؟ انا دلوقتي استخدمت نصف عمري من تمارين الخلود عشان اقفل عليها الحفره دي. وبيستخدم جين قواه عليه وبيزقه بعيد. والله يستاهل. من الواضح ان جين استعاد عافيته خلاص. وبنلاقي بقى سولو هتموت من الحر، وبتظهر بقى سولو اليائسه مره تانية وبتقول انا بموت خلاص وجسمي بيولع، شكل المكان ده هيكون قبري. وبيغمى عليها، وبيحاول بقى تنينها الكيوت يساعدها ويرش عليها ميه، بس مش بينفع لان الميه بتتبخر في ثواني، وقاعد خايف ان سولو تموت. وبيستخدم بقى تنينها الموقد الخيميائي وبيخبيها فيه.
ممكن يقلل الحراره شويه. وبنلاقي سولو في الفضاء الخاص بيها واقفه مع جين وبيقول لها اوعي تستسلمي، ليه انت واثق فيا قوي كده؟ عشان بحبك صراحه، يعني انا بدات احبك شويه واعجب بيك، لكن فات الاوان ان اقول لك الكلام ده، وفات الاوان حتى اني اوفي بوعد ال3 شهور، وكمان مش قادره اجمع الدواء عشان اعالجك، وكمان ما عنديش فرصه اني اودعك. وفجاه بنلاقي الادويه اللي كانت مجمعاها سولو في الفضاء الخاص بيها خرجت وبتطير ناحيتها، والدواء السحري برضه خرج من الفضاء ناحيتها، وتنينها قاعد مندهش ان ده ازاي يحصل، وكل النار اللي في المكان بتتجمع حوالين سولو. وفي نفس الوقت بنلاقي جين بيستخدم قواه وبيحاول يفتح المكان، وفجاه المكان بقى ضلمه ولا فيه اي جزء من اي حراره، وبنلاقي جين قدر يدخل، وسولو يا عيني وقع على الارض مغمى عليها، ولما بيحاول يشوف نبضها مش بيلاقي اي نبض، وتنينها بيقول له سيدتي لسه حيه، بس هي تعرضت للصدمه من الحراره. وبنكتشف من كلامه ان سولو امتصت كل النار اللي في المكان للفضاء الخاص بيها، وبيقول له هي احترقت من الداخل بس جسمها من بره كويس. ولما بيحاول جين يدخل الفضاء الخاص بيها عشان يصحيها، وطبعا كلنا عارفين هيدخل ازاي، هيبوسها اكيد. قبل ما يبوسها بيقول انا هعمل ده عشان اصحيكي وانقذك مش اكتر، انا هدفي نبيل والله. وبيحاول يخلي التنين يشهد بده. خلاص عارف اللي سولو هتعمله فيه بعد ما تقوم، هتعجنه على الحركه دي. فجاه سولو بتصحى وبتزق بوزه بعيد عنها، لا وكمان لما صحت بتقول كلام حلو، الله انا شفتك اخيرا، انت جميل قوي، انا ما اقدرش على بعدك. انا متاكده ان جين قلبه هينط من الفرحه لما سمع الكلام ده. ايه ده، الكلام ده نادر جدا، اخيرا قلتي اللي جوه قلبك، بس انت كمان جميله يا سولو، احنا الاتنين مناسبين لبعض. وبتقوم فجاه بتقول ايه ده، انا لسه ما متش ولسه حيه؟ شكلها كانت مفكره انها ماتت وكانت في الحلم. ايه اللي حصل معايا دلوقتي؟ انا فاكره اني امتصيت كل الطاقه اللي في المكان للفضاء الخاص بتاعي، وحاسه بحاجه عمري ما حسيت بيها قبل كده. وبتدي جين الادويه اللي هي عملتها، وبتقول له عملت ايه في اخو ياوتشي؟ الولد ده هيكون بعيد للابد ما تقلقيش. وازاي دخلت هنا؟ وعملت ايه كمان في نصف تمارين الخلود؟ واول ما بياخد الدواء بيستعيد صحته تماما. وبيقول التنين جين انت كمان ما استعدتش نصف تمارين الخلود، بس برضه بقيت اقوى من الاول، وده بفضل ادويه سولو. انت مدهشه جدا يا سيدتي، انا خلاص دلوقتي بقيت مستعده للمشاركه في اجتماع اختبار المتدربين الخاص بالسيد رونج يونغ. تاني يوم بتصحى سولو وتنينها على مأدبه مليانه اكل، وسولو بتقول انا لو اكلت كل ده دلوقتي هموت من الشبع. وبتقع سولو في جمال وسحر جين اول ما بتشوفه جاي من بعيد. يا ريت تاكلي كويس، انت مريتي اليومين اللي فاتوا بحاجات كتير، هو ده الحب ولا بلاش يا جماعه؟ تنينها بقى متعصب على جين، انت بتحاول تخلي سيدتي تموت من الشبع. اسمعي مني يا سولو، الرجاله مالهمش امان، مين الطفل ده وتبع عيله مين؟ يا ريت لو نخليه يختفي، انا من عيله سيدتي، بس دلوقتي سيدتي بقت من عيلتك وده معناه اني كمان من عيلتك. وبيمسكه وبياخده وبيقول له انت الطف حيوان روحي بلا منافس، من هنا ورايح المكان ده بيتك وتقدر تاكل كل اللي انت عاوزه. اسمعني ايها الامير جين، بالرغم من ان علاقتنا دلوقتي مختلفه شويه. يعني ايه مختلفه؟ بيحاول يعصبها ويطلع كلام حلو من جواها شويه، معناه اننا في علاقه غراميه مؤقته لمده 3 شهور. يا ريت ما تعملش الحاجات دي تاني، انا مش بتاعه رومانسيه وانك تحضر لي اكل والحاجات دي. طب قولي لي عاوزه ايه وانا اعمله لك. دلوقتي الحاجه الوحيده اللي انا محتاجه اركز عليها اني استعد لاجتماع اختيار المتدربين، بالرغم من ان الموضوع هيكون فيه مخاطر، بس ده هدفي الوحيد. وبرضه الدماء السوداء اللي في جسمك هقدر اخلصك منها، انا هساعدك في اي حاجه انت عاوزاها. وبنلاقي سولو قاعده تتدرب مع جين على القتال، وتنينها ولا همه، وهمه على بطنه وقاعد ياكل وبس. وسولو بتهبط خلاص وبتقعد على الارض تريح، وجين البريء الجميل بيمد ايده ليها بكل براءه، بس للاسف بنتنا مش بريئه، بتمسك ايده من هنا وبتستغله وبترميه على الارض، وبتقول لتنينها ده بيتسهل معايا. ليه بيتسهل معاك؟ عشان الحب اعمى وخلاه قبلها خلاص. وفي مشهد تاني بتبدا بقى مسابقه افضل خيميائي، وبيكون المسؤول عنها السيد رونج يونغ لاختيار افضل متدرب. وبنلاقي ولي العهد المتحرش هو مقدم المسابقه دي، وبنلاقي بقى قرعه كبيره بيحط فيها المتسابقين الاكسير اللي هم عملوه، والقرعه دي بتقدر تحكم لو كان الشخص يقدر يدخل المسابقه فعلا ولا لا. وكل لون بتظهروا القرعه دي للشخص بيدل على مدى مستوى الشخص في صنع الاكسير، وبيسجل بقى ناس كتير، منهم الغشاش واللي اداؤه ضعيف واللي بترفضهم القرعه. والاخت السوشي بتشترك هي كمان، وشكلها مش ناويه على خير. فكركم انها تعاونت مع القاتل اللي كان متعاون مع ولي العهد المتحرش، واللي اتخانقوا بسبب اختلاف خططهم. وبنلاقي بقى سولو بتظهر اخيرا، وفي نفس الوقت بتظهر الجنيه ياوتشي، واللي بتقول لها استني عندك، فين اخويا؟ وانا اعرف منين فين اخوك؟ ما تحاوليش تتظاهري بعكس ده، انت الوحيده اللي كنتي معايا اليوم ده، لو انا كسبت هقولك انت فاكره انك تقدري تكسبيني؟ يلا وريني شطارتك. وبيرموا الاتنين الاكسير بتاعهم في نفس الوقت، والقرعه دي اظهرت لون ازرق ناحيه
ياوتشي، وده لون قوي والكل انبهر ان ظهر لها، ولكن سولو ظهر لها لون بنفسجي وده اعلى لون ويدل على مدى قوة الشخص في الخيمياء. طبعا المفروض القط ياكل لسان ياوتشي وتخرس بقى، لكن لا، تقول لها للاسف ما ينفعش تشتركي لان اختك سوشي قدمت قبلك، ومفروض يكون في متسابق واحد لكل عيلة. وبنلاقي الاخ والاخت الاحفاد المدلعين كانوا متفقين انهم عشان ينتقموا من سولو يكشفوا الهوية السرية بتاعتها قدام كله، والحفيد المدلع بيقول يا لهوي ده احنا كده ما ينفعش ننفذ خطتنا الاصلية دي. فترى ايه الخطة دي؟ بنلاقي الحفيدة المدلعة بتطلع من وسط الجمهور وبتغني لهم اغنية راب عن قصة حياة سولو. يلا بينا نبدأ الاغنية. 成年的八卦，关于不孕不育的小妾阿花，阿花胆子大，怀孕都做假，望路边捡个娃，我组将军挑发，将军发现秘密，把阿花送庙里，为了面子过得去，他养大假千金，每次看见他，将军心里就来气，不仅来历不明，还毫无灵力。长大以后，他成了一个废柴，没有人追，也没有未来。柴上君王爷号称命运的安排，没有实力这件事儿，你就甭想起白。 وبنلاقي الامير جين فطسان على نفسه من الضحك، واخوها يا عيني بيحاول يوقفها باي طريقه وهي ولا هنا، وبيتدخل بقى وينقذ الموقف الامير جين، وبيقول لهم بناء على كلام البنت مغنيه الراب دي سولو هتقدم في المسابقه بصفتها من قصر الامير جين، ويا عيني ياوتشي هتولع في نفسها خلاص. وبندخل بقى لتاني مرحله في المسابقه، وكل متسابق عنده صندوق فيه ادوات ومكونات مختلفه عن التاني ومفروض يصنع منه اكسير. بس سولو بنت البطه السوداء بتلاقي الصندوق بتاعها فاضي، وبتبص ناحيه السيد رونج وبتقول نفسها انا عارفه انك السبب وبتحاول تختبرني. سولو تسكت لا طبعا، بتاخد الخشب بتاع الصندوق وبتستخدم قوه الخشب وبتطلع انواع مختلفه من الاعشاب، ولما بتحاول بقى تستخدم قوه النار ما بتعرفش تسيطر عليها لانها قويه جدا، وكله مصدوم من مدى قوه النيران بتاعتها لان ما حدش في البلاد كلها يقدر يطلع الطاقه دي، وبتطفي النار بتاعتها في الحفيد المدلع يستاهل والله. والسولو بتعاني عشان تطلع اكسير، واللي بيقول لها تنينها انت دخلتي المسابقه ليه طالما مش عارفه تصنعي اكسير؟ اخر اكسير انت عملتيه واللي اشتركتي بيه في المسابقه كنت عاملاه وانت نايمه، سيبني دلوقتي ايها التنين الوغد مش وقته خالص. وبنيجي بقى لوقت التقييم، سولو نجحت بالعافيه لان كان تقييم السيد رونج ليها مستوى متوسط وجوده متوسطه. وبينجح بقى للمرحله الثانيه سولو وياوتشي والسوشي وبيتشين واحد تاني ما نعرفوش، وبيقرر بيتشين فجاه انه ينسحب لسبب مجهول، وبيقول لهم افتكرت ان عندي شغل في البيت. وبنلاقي القاتل المأجور اللي متعاون مع سوشي بيراقب المسابقة من بعيد، شكلهم كده مش ناويين على خير أبدا. والمرحلة التانية إن كل اتنين بيواجهوا بعض، وبتستخدم سوشي تعويذة عشان تاخد نفس لون الحجر اللي مع سولو عشان تواجهها هي. وبنلاقي الأمير جين والمساعد بتاعه لينج فينج واقفين بيراقبوا الوضع، والأمير جين حاسس إن سوشي مش ناوي على خير، فبيقول له لينج فينج أعتقدش إن سوشي قوية، ليه أنت شاكك فيها؟ حدسي هو اللي بيقول، وحدسنا كلنا والله. وطبعا شروط المستوى ده من المسابقة صادمة، انهم يقدروا يغشوا او يشربوا اي اكسير براحتهم، اهم حاجه انهم يفوزوا. وقبل المواجهه بين سوشي وسولو بتقرب منها الاخت سوشي وبتقول لها لا عجب ان ما كنتش بطيئه ابصلك خالص، من الاخر طلعت بنت لقيطه. الحمد لله ان طلعت بنت لقيطه، لو كنت اختي بالفعل قلبي ما كانش هيطوعني عشان احطمك. تحطميني؟ ده في احلامك. خلينا نشوف بقى مين اللي هيفوز. تقوم الاخت ياوتشي بتقول لسولو يا ريت ما تخليهاش تهزمك عشان انا اللي ناويه اهزمك وانهي حياتك بايدي انا. هي مالها المجنونه دي؟ كله بقى مجنون ومهووس بقتلي فجاه ليه؟ وبتبدا بقى المواجهه بين سولو والاخت السوشي، واللي بنلاقيها قويه جدا على عكس العاده، وسولو مش قادره لها خالص. طبعا كلنا عارفين السوشي بقت قويه ليه، لان الحليف الشرير بيمدها بقوه روحيه كبيره، والسوشي وصلت لمرحله خطيره جدا وجمعت قواها الروحيه واستدعت وحش روحي كبير شكله يخض بصراحه، واللي قدر انه يعض سولو لما كانت بتهاجمها السوشي. سولو تسكت يا جماعه لا طبعا، وتقرر تخرج تنينها وبتكشف عنه لاول مره قدام الجميع، وبيهاجم الوحش الروحي بتاع السوشي بطريقه كيوت قوي. بس اللي ما كانش متوقع ان الوحش الروحي بتاع السوشي يخضع للتنين ويركع له، بيقول له انت حقا التنين السحري. سيدتي الا ابدو وسيما جدا، وسيم قوي، لكن الملك جين اكثر وسامه مني 100 مره، دي حقيقه مش هتتغير ابدا. طبعا كلنا مستغربين ليه تنينها بيمدح الامير جين، حتى سولو نفسها مستغربه لانهم كانوا عباره عن قط وفار حرفيا. بس اللي احنا ما نعرفوش ان بالليل قبل المواجهه حاول جين يدي رشوه للتنين انه يمدحه قدام سولو وهيديه كريستالات واحجار كتير ياكلها. من الاخر قدر يغري كرشه الكيوت الصغنن
المجنون ده؟ طبعا الاخت السوشي هتتجنن بما انها مش عارفه تسيطر على وحشها وتخليه يهاجمهم، وبترجع المواجهه بينهم تاني. ومساعده سولو مصدومه جدا لانها اول مره تعرف ان سولو عندها قوه روحيه وقويه جدا. وبنرجع بالزمن بنلاقيها كانت بنت مسكينه لعيله فقيره وبرده ما كانش عندها اي قوه روحيه، واهلها باعوها، ومن الصدف الحلوه انها باعوها لعيله سولو، وكانت اقرب حد ليها لان هم الاتنين ما كانش عندهم اي قوه روحيه. وكانت الانسه سوشي بتضايقهم دايما، بس سولو دايما كان بتقول لها بان في شخص اقوى منها هيكون بحمايتنا احنا الاتنين، بس انا ما كنتش اتوقع ان الشخص القوي ده هيكون انتي. وبتستخدم سوشي دايره سحريه كبيره وسولو وتنينها مش عارفين يكسروها، وبتقرر سولو انها تبلع اكسير هي عاملاه عشان تزيد من القوه بتاعتها. والاخت سوشي بتتريق عليها وبتقول لها انت دلوقتي بتغشي بتناول الاكسير، لما نشوف بقى النتيجه اللي هتقدري تحققيها بالاكسير ده، ولكن انا متاكده برضو انك هتخسري. وبتفعل سولو لاول مره قدام الجميع مجال الفضاء، وكله مصدوم حتى ياوتشي، واللي بيقول لها المنافس بتاعها انا متاكد انك هتخسري قدامها لو تاهلتي للمسابقه النهائيه. وبنلاقي الجمهور متنح ومش مصدق لانه زي ما انتوا عارفين عنصر الزمن او عنصر الفضاء نادر جدا ومش موجود نهائي. وبيقول واحد يبدو ان سيده الفضاء قد عادت بعد غياب طويل. انا سمعت معلم زوجتي بيقول لما تظهر طاقه الفضاء تاني بيبدا العصر الذهبي في عالم بيلو، والناس كلها علت صوتها وبتشجعها. وبتقدر سولو في النهايه انها تهزم سوشي، وبتقول انا مش مصدقه انها هموت على ايد واحده تافهه زي دي، انت مفكره ليه انها هقتلك؟ هل هي دي الطريقه الوحيده لاثبات بانك الاقوى؟ لو كان من عادتكم مضايقه الضعيف والتملق للقوي فانا من النهارده هغير القواعد دي واحط قواعدي الخاصه. وخلاص سولو بقى ليها الجمهور وكله بيشجعها وبيقول لها انت عندك حق، انت مدهشه جدا. وبنلاقي الامير جين واقف بيراقب الوضع وبيقدر يلاقي الدخيل وبيستخدم قواه ضده وبيسحبه ناحيته، وده الحليف اللي متعاون مع سوشي. ولما بدا القتال بينهم بيختفي عشان ما ياخدش منه جين اي اعترافات، وبيظهر جنبه السيد رونج وبيقول لجين ما تتعبش نفسك، ده مجرد دميه ليهم، اكيد مش هيقول لك الحقيقه وراء مخططهم. لما كنت صغير كانت المجموعه دي بتحوم حولي كالاشباح، بس النهارده لما ظهروا ما كانوش بيستهدفوني للاسف، كانوا بيستهدفوا سولو. انا حاسس ان السبب في ده دمائك المظلمه متصله بسيده الفضاء، عاجلا ام اجلا كان هيبحثوا عنها. سيدي هو انت تعرف ليه عاوزين دماء المظلمه؟ لا تعليق، بس هيجي يوم وتعرف اكيد، ده قدرك الخاص. بدلا من التخمين والسؤال من الافضل ان تنظر للحاضر اللي قدامك. نيجي بقى لاخر مرحله في الاختبار، وبيقول لهم السيد روم في جنوب عالم بيلو في جبل اسمه جولو بقمته شجر مقدس يحترق بلا نهايه. نار الشجر ده مش بينطفي ولا بيزيد من العواصف ولا من المطر، لهب النار ده بيحرق الصخور المحيطه بيه منذ سنوات، وده خلاه ينصهر ويبرد ثم يندمج الى ان اصبحت صخور ناريه بدرجه حراره ثابته. موقع المرحله الثالثه من المسابقه هو مكان سري انا اللي انشاته بنفسي، خبيت فيه قطع من الصخر الناري ده، اللي هتقدر تجيب الصخره دي هتكون هي اللي فازت وهتكون تلمستي. وبنقلهم فورا بقواه للموقع، وبيشرح بقى السيد رونج للباقي ازاي هيتابعوهم ويشوفوا تحركاتهم، وبنقدر نشوف تحركاتهم في الموقع عن طريق قطعه الشطرنج دي. وسولو هي الاسود وياوتشي هي الابيض، وبنلاقي على القطع بتاعتهم نار. النار دي لو قلت معناه ان المتسابق في خطر، لو النار دي اتطفت معناه ان المتسابق مات. وبنلاقي ان الموقع عباره عن متاهه بس. ياوتشي بتقول المتاهه دي انا عارفاها كويس لانها كانت في قبو القصر بتاعي، انا كنت بتدرب في المتاهه دي وانا صغيره، وكنت بلعب مع اخويا دايما هنا وعارفه كل حاجه فيها. وكأن السيد رونج اعطاني الحل للسؤال. طبعا كلنا مستغربين للسيد رونج بيعامل ياوتشي بطريقه حلوه كده وتحسوه ان بيساعدها من تحت لتحت، هنعرف السبب بعدين. وسولو بقى تستدعي تنينها اللي بيعرف يدور على اي حاجه، وبتقول له دور لي على الصخره الناريه دي. وبنلاقي سولو وياوتشي قربوا من بعض، وبتستخبى ياوتشي اول ما بتسمع صوتها وبتتجسس عليها هي وتنينها، وبتطلع لها التنين الصخره الناريه. انت طلعتها منين بالظبط؟ كانت مخبأه في الجدار، حركتها بعضه واحده. وطبعا ياوتشي شكلها مش ناوي على خير وبتهاجم سولو على طول، وبتقول لها اديني الصخره الناريه من سكات، انت زي اخوكي تماما، انتوا الاتنين بتتصرفوا بعدوانيه، انت ازاي تتجرأي وتتكلمي عن اخويا؟ النهارده هصفي حسابي معاكي. وبتهاجمها على طول، وبتقدر تاخد منها الصخره الناريه وبتحبسهم جوه الصخور. وبتقول لها سولو انت ازاي تقدري تفعلي بناء المكان السري ده؟ هل اخبارك السيد رونج ازاي تعملي ده؟ ده السجن جناح الضوء في قصر ياوتشي، اتسجن فيه عدد كبير من المجرمين والخونه. السيد رونج ما قاليش اي حاجه، فتح باب ليا عشان يساعدني. باب يساعدك؟ انت تقصدي ايه؟ مفيش داعي للسؤال، ما هي واضحه زي الشمس ان السيد يختار مكان انا عارفاه ومتربيه فيه عشان اكسب. السيد رونج بيعاملك معامله جيده جدا، هو انت بنته السريه ولا حاجه؟ وبتفعل ياوتشي السجن وبتمشي. وبنلاقي ان شعله سولو قربت تنطفي. ما خط بالسوداء ايعقل ان البيضاء هي السبب وهجمتها؟ يبدو ان سولو في خطر، وسولو يا عيني مش عارفه تخرج. وبنلاقي ان المكان كل شويه يضيق اكتر، وكمان الهواء بيقل.
تقل. يا ترى سولو هتتصرف ازاي؟ وبتظهر ياوتشي على طول في موقع المسابقه الاصلي واللي بتترمي في حضن جين. طبعا ما كانش يهمه حد غير سولو، وبيقول لها فين سولو؟ اتكلمي، هي فين؟ انت مش همك حد غير سولو وما سالتنيش حتى لو كنت حصلت على الصخره الناريه ولا لا؟ وبتزق جين بغضب وبتروح للسيد رونج وبتقدم له الصخره وبيقول لها ايوه هي دي الصخره، ارجوك انك تقبلني كتلميذتك. لكن بيظهر صوت واحده وبتقول حدث كبير كاختيار تلميذه ليك، ليه ما بعتليش دعوه اشوف القتال؟ مين السيده دي؟ دي الهه الضباب يانشيا. مش دي الالهه الشريره اللي ذبحت اكبر 3 عائلات في ليله واحده؟ ايه علاقتها بالسيد رونج؟ شكرا ليك للوفاء بوعدك واحضار تلميذه جميله زي دي عشاني. طبعا كلنا متلخبطين ومش فاهمين حاجه، هنفهم واحده واحده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ سيدي مين دي؟ وايه الكلام اللي بتقوله ده؟ افهمي الامر، انا دلوقتي الاستاذه بتاعتك. قبل 15 سنه اصاب رونج يونغ احد تلاميذي بالخطا في مقر الالهه الخاص بيا، ولم يعد بامكانه التمرن للخلود طوال حياته، واتفقنا انه يعوضني بتلميذ اخر، والنهارده انا جيت عشان اخد اللي اتفقنا عليه. وياوتشي مصدومه وبتركع للسيد رونج وبتقول انا عاوزه بس اكون تلميذتك انت. يانشيا خيميائيه برضو، هتقدري تتدربي معاها، التدريب هيكون هو مفيش فرق. وبتستخدم يانشيا قوه على ياوتشي عشان تجبرها انها تركع لها. وبنرجع بقى لسولو اللي خلاص هتموت، وبيقترح عليها تنينها انها تدمج الفضاء الخاص بيها بالفضاء الخاص بالسيد رونج عشان تخرج. وبالفعل بعد عده محاولات وبتلاقي سولو فجاه في الفضاء الخاص بيها اشكال مضيئه ومش فاهمه هي ايه، ولما بتمسك الاشكال دي بتقدر بالفعل انها تدمج الفضاء بتاعها مع الفضاء الخاص بالسيد رونج. وبتخرج اخيرا سولو، ولما بتخرج بتقع على ياوتشي بتبططها. تستاهل الاخت ياوتشي كل حاجه تحصل فيها. وبتستغل ياوتشي ان سولو ظهرت وبتقول لهم ان سولو هي اول واحده لقت الحجر الناري ده وانا سرقته منها، فبكده هي هتكون تلمستك انتي مش انا. والسولو يعني مش فاهمه ايه اللي بيحصل، انا بختار للاسف الاجمل بس. وبتاخد ياوتشي وبتطير. لا انا مش عاوزه اكون تلميذه لآلهة شريره، لا الحقوني. ما هو بصراحه يا اختي ياوتشي ما انتي كمان شريره، ومناسبه تكوني معاها بصراحه، من حفر حفره لاخيه وقع فيها. انا مبسوطه بكل حاجه تحصل لها. سولو انتي كويسه؟ انا كويسه، شكلي كده فاتني دراما كبيره هنا. بيقول بقى السيد رونج طالما تم اخذ الفائزه بالمرتبه الاولى هقبلك انت يا سولو تكوني تلمستي. سولو فكري كويس، الشخص ده بيعمل كل حاجه على مزاجه، مش عاوز اللي حصل دلوقتي يتكرر تاني. انت شفتي بنفسك وانت هتموتي في فضائه الوهمي. الاهم بالنسبه لي دلوقتي ان اقدر احصل على قوه روحيه كبيره عشان اساعدك واقدر احمي نفسي. ايها السيد رونج انا حاسه بارتباك شديد دلوقتي، ممكن نتكلم عن الانفراد قبل ان اقبل ان اكون تلمستك؟ وبياخدها على طول في فضائه الخاص بعيد عنهم. سيدي انا عندي 3 اسئله، لو وضحت لي الامر هكون تلمستك. السؤال الاول، في المرحله الاولى من المسابقه لما انكشف امري باني مش من عيله سو، ما بانش عليك انك متفاجئ ولا حاجه؟ عشان متعود ان العائلات الكبيره والغنيه يكون فيها النوع ده من الدراما. السؤال الثاني، بعد ما انتهت المرحله الثانيه من المسابقه قال لي الامير جين ان في واحد ارسل قوه روحيه لسوشي، وانت اللي كونت فضاء حلبه المسابقه بالكامل. انت ما حسيتش بوجود دخيل ولا لا؟ ايا كان اللي حصل بس في النهايه انت اللي فزتي. السؤال الثالث، في المرحله الأخيرة من المسابقة المكان السري كان مألوف جدا لياوتشي، وقدرت إنها تفعل البناء عشان تحبسني، وقالت لي إنك فتحت باب لمساعدتها. أنت في النهاية قدرتي تفتحي باب ودمجتي الفضائين وخرجتي، وده فاق توقعاتي خالص. أنا ملاحظة إنه بيحاول ما يجاوبش على السؤال بصورة مباشرة وبيلف ويدور. هل أردت أن تجعلها تفوز عن عمد أم كانت نيتك إنك تخليها تخسر؟ من الأفضل إن أقول إن كنت مصر أخليكي تلمستي، يعني من الآخر كان مخطط لكل حاجة بالتفصيل. وبيرجعوا تاني وبنلاقي سولو بتركاله وبتقول له انا سولو ساصبح تلمستك يا سيدي. وفي مشهد تاني بنلاقي جين وسولو قاعدين مع بعض وبتقول له انت زعلان؟ لا. طب يلا ابتسم. ما اقدرش ابتسم. طب ليه انت حزين؟ هل ده بسبب اللي حصل مع ياوتشي؟ انت عاوزه تخليني اغضب عن عمد صح؟ بالنسبه لياوتشي انها تكون تلميذه لآلهة كبيره ده من حسن حظها. ايه المحزن في الموضوع ده؟ طب ليه وشك مكرمش كده وزعلان؟ هل ده بسببي انا؟ انت هتروحي بكره معايا على قمه جبل الضباب ومش هقدر اشوفك لمده طويله، سواء كانت الخيمياء ام تعويذات الفضاء هجتهد اني اتعلمها. طبعا سولو بتتكلم في حاجه وجين بيتكلم في حاجه تانية خالص، ومش فاهمه انه زعلان انه هيفتقدها وان اتعود انها تكون معاه دايما. انت متحمسه قوي انك تروحي، حاسس انك ما صدقتي تسيبيني واحنا علاقتنا لسه بتبدا. مين دي اللي سابتك؟ لازم نمر بالفراق ده عشان نقدر ننمي ذاتنا. بتديله محاضره تنميه بشريه. في المده اللي هتكوني بتتدربي فيها انا هكون بتدرب برضه في مدينه الهاويه عشان اوصل لاعلى مستوى. بس كده هيكون ايه مصير اتفاقنا اللي هو اللي كان لمده 3 شهور.
احنا كنا بنحاول نوصل لمرحلة الوقوع في الحب، بس دلوقتي هنسيب بعض. لا انا كده عاوز فوايد. ايه الفوايد اللي انت عاوزها؟ كل يوم مش هنشوف فيه بعض هحسب الضعف. مثلا لو فضلتي سنة تتدربي وما قدرناش نشوف بعض هتزيد مدة علاقتنا تلقائيا 2 وشهرين و20 يوم. انا حسبت الايام اللي فاتت اللي قعدناها مع بعض وخصمتها كمان. ما كنتش اعرف انك كويس قوي في الحساب. وبتضحك سولو مع جين لاول مرة. تاني يوم بتروح سولو جبل الضبابة عشان تبدأ تدريب. بيديها السيد رونج الوسيم المفتري كتاب قد كده عشان تحفظه الاول قبل ما يبدأ تدريب معاها، وبيقول لها مستواك الضعيف في تحضير الاكسير لا يليق بيا ان ادربك شخصيا. لما تحفظي الكتاب ده تعالي لي بعدها. وتنينها بيجري يشوف المكان اللي يقعدوا فيه ومش لاقي اي اكل، وبيبرطم بالكلام وبيقول المعلم ده بخيل جدا. فين ايام الامير جين ودلعه ليا؟ ما تقلقش انا هتدرب كل يوم وهتطور. خلاص هتبداي تشتغلي وتصرفي على العيله بتاعتنا؟ لا مش للدرجه دي، هذاكر وبس. ويا عيني سولو تعبت من كتر الحفظ ولسه قدامها مشوار طويل، وبتكلم تنينها وبتقول يا رب الاقي طريقه تخليني احفظ الكتاب ده بسرعه. وبنلاقي سولو قاعده في الفضاء الخاص بيها وبتريح، وبتلاقي نفس الشكل اللي كان معاها لما ياوتشي حبستها، وبسببه قدرت انها تدمج فضائها مع فضاء السيد رونج. بس انا مش فاهمه ايه ده؟ دي اوتار قلب الفضاء، ده السلاح السحري اللي يمكن لسيده الفضاء استخدامه والتحكم في الفضاء. دي المهارات السحريه اللي انت بتحتاجيها عند السفر والاقامه. يا اوتار القلوب يا اوتار القلوب، ارجوكي اعطيني حيله معينه لا اطلب الكثير، عاوزه بس احفظ الكتاب. ولما بتمسكها سولو بتختفي، وبتحس ان الفضاء بتاعها غريب لدرجه انها اتخضت وفكرت انها بوظت فضائها بنفسها. بس بتكتشف ان الفضاء بتاعها بقى ابطأ شويه، حتى ان تنينها بتكلم بسلو موشن، وبقى عندها وقت انها تحفظ الكتاب بطريقه اسرع. وفي مشهد تاني بنلاقي الامير جين في مدينه الهاويه عند المعلم الخاص بيه، واللي بيقول له انا لفتره قصيره وصلت قوتك الروحيه لاقصى حد مرتين ورجعت دلوقتي عشان تقوي مهارتك في التمرين. ده جيد جدا، انا ظبطت لك مكان مغلق للتمرين. شكرا جزيلا يا سيدي. انا عاوز بس اسالك عن امر معين، هل يمكنك معرفه اصل السيد رونج يونغ؟ يا ترى بتسال عنه لنفسك ولا لمين؟ السيد رونج يونغ حكيم وقوي، لكن لما كان بيختار تلميذ ليه ظهرت عدة محاولات اغتيال، ومجيء الآلهة يانشيا كان صدفة مثالية. لكن لو ربطنا الأمور مع بعض شكله كان بيخطط للأمور إنها تحصل بالطريقة دي. من الآخر ما كانش عاوز ياوتشي وعاوز يديها للآلهة ياوشيا، ده احتمال برضه. بس إيه علاقتك بالموضوع ده؟ البنت اللي أخدها تلميذة ليه هي شخص بيهمني جدا. أحب أكد لك إنه مش هيأذي صديقتك المهمة دي. ليه متأكد كده؟ اتوقع بنفسك أنت. وبيضحك وبيسيبه، وبيقول جين لنفسه حتى معلمي بيخفي شيئا ما، يا ترى إيه اللي عارفينه ومخبيينه؟ وفي مشهد تاني تعالوا بقى نشوف أحوال الجنية ياوتشي مع ياوشيا اللي شكلها بتعذبها لدرجة إن ياوتشي اترعبت أول ما شافتها، وبتستخدم يانشيا تعويذة على وش ياوتشي. إيه اللي أنت بتعمليه في وشي ده؟ مؤلم جدا. أنا بس بشيل المكياج من على وشك. مكياج إيه اللي أنت بتتكلمي عليه؟ أنا مش حاطة مكياج، ده القناع اللي أنا عددته. وبيقدر يبطل التعويذة السرية القديمة لمهارة تحول الظل، وبيظهر وجه الشخص الحقيقي. حقا أتطلع لأرى فعلا لو كنت ابنة هذا الشخص ولا لأ. إيه اللي أنت بتقولي ده؟ أنا مش فاهمة حاجة، أنا ما تعرضتش لمهارة تحول الظل. هنعرف الإجابة حالا، والسيد رونج يونغ هيوصل لهنا قريب. وفعلا بيتشال القناع من على وشها. إيه ده؟ لست أنتي، أنا أخطأت كده. مش هيجي السيد رونج يدور عليا. أيوة أنا قلتلك إني ما أصبتش بتعويذة مهارة تحول الظل دي قبل كده. ليه ما جربتيش ده مع سولو؟ ليه مش هي؟ عشان كده سابك رونج يونغ بسهولة ليا، وإنه كان مخطط من البداية ده، وانه كان عاوز سولو الفائزه بالمرتبه الثانيه. بس انتي بوظتي وشي، ازاي هستمر في حياتي بالشكل ده؟ ايه فايده العياط؟ وبترمي لها وشها تلبسه ولا كانها عملت حاجه ولا اذت بنت جميله مالهاش ذنب. وبتقول لها خلي الجاسوس من قصر ياوتشي يراقب تحركات جبل الضباب. لما تنزل سولو من على الجبل قولي لي على طول، لو كل حاجه مشت تمام اعالج وشك وارجعهولك زي الاول. لما نشوف الوليه المجنونه دي ناويه على ايه. وبنرجع بقى لسولو، وبنلاقي التنين بياخد الرساله اللي وصلتها من الامير جين، وبيكرر يتهور ويتواصل مع جين بمهارته في الرسم عشان يبعت له احجار ياكلها. طبعا اميرنا مفكر ان سولو هي اللي بترد عليه، وفضل يبعت رسائل رومانسيه وبترد عليه برسومات غريبه ومستغرب. وبتنهي سولو اخيرا الكتاب وبياخدها على طول السيد رونج للتدريب. لازم تتذكري شكل سمره الغيوم الزرقاء المميز وطريقه جمعها الخاصه. النهارده تتمرني ازاي تقطفي الثمار دي. وهوب بيحدفها وبتمسك في حبل وبتعرف فعلا تقطف الثمره. يقوم السيد رونج يكسر المكان اللي وقفت فيه
وبتقع سولو وبيمسكها في آخر لحظة. لو عاوزة تفضلي على قيد الحياة فكري بسرعة ازاي هتستخدمي فضائك وبيسيبها تقع تاني، وبتقدر سولو فعلا انها تستخدم فضائها. ولما بتطلع اخيرا بيقولها احسنتي، انت اخترقتي اول حاجز لمهارة تمزيق الفضاء، يبقى انت كنت بتدربني على تمرين الفضاء والخيمياء في نفس الوقت. انت بنت ذكية جدا. يلا نروح للخطوة اللي بعدها عشان تعملي الاكسير. لو انت عاوزة تحضري الاكسير لازم يكون عندك مهارة التحكم بالحرارة الروحية، وبيبدأ يعلمها ازاي تتحكم فيه. وبتفضل تجرب سولو اكتر من مرة لحد ما بتنجح اخيرا. والسيد رونج وهو واقف بيتفرج عليها بيفتكر بنت جميلة، وكان باين على وشه انه متأثر جدا لدرجة انه ساب سولو وراح على اوضته على طول. يا ترى مين البنت دي؟ في نفس اليوم بالليل بنلاقي سولو قاعدة بتجمع اعشاب مختلفة، وبيلاحظ تنينها انها قدرت انها تجمع نبتة اجراس الرياح العليا، والنبتة دي بتقدر انها توسع الاوردة الروحية وتقوية المسكن الروحي، وبتقدر تطور الشخص لتجاوز عدة مستويات من عوالم الخلود. والنبتة دي نادرة جدا لدرجة ان المتدربون ما بيقدروش يحصلوا عليها ابدا. وفجأة غبار النبتة دي جه على سولو وحست بحاجة مش طبيعية. مالك يا سيدتي؟ هل النبتة سامة؟ ايه رأيك ندخل في الفضاء ونغتسل بماء الدواء السحري؟ ولما بتدخل سولو الفضاء الخاص بيها بنلاقي ان النبتة دخلت فضاءها وطلعت شجرة كبيرة، وبتقول سولو بكل فخر شكل كده المية والتربة في فضائي ممتازة. وبتستخدم سولو النبتة لصنع اكسير، وبتبدأ تستخدم الاكسير ده على نفسها. ولما بتخلص سولو بتقول لتنينها انا هروح لاستاذي اقول له على اللي حصل، وبتختفي فجأة. وشكل كده مهاراتها اتطورت خالص. بس سولو نسيت قاعدة مهمة جدا، ان السيد رونج قال لها ممنوع انها تدخل الأوضة بتاعته. ودخلت لقت لوحة غريبة مرسوم فيها واحدة بنت وماسكة نفس الخنجر اللي مع سولو، بس الأغرب ان البنت اللي في اللوحة بتتحرك، وبتقول لنفسها ما كنتش اعرف ان الأستاذ مخبي لوحة رومانسية لبنت جميلة. وفجأة بيظهر السيد رونج وبيخض سولو. انت بتعملي هنا ايه؟ بالغلط بتقطع سولو اللوحة. مش انا قلت لك ممنوع انك تيجي هنا؟ انت جيتي ليه؟ وكمان دمرتي اللوحة بتاعتي. ارجوك سامحني، انا ما كنتش اقصد، انا تحمست قوي ودخلت لهنا. انا نسيت ان ممنوع اني اجي هنا. نسيتي؟ انت ما تعرفيش اللوحة دي بالنسبة لي قد ايه مهمة. انا اسفة بجد، يلا امشي من هنا. يا ترى البنت دي تكون ايه بالنسبة للسيد رونج؟ حبيبة ولا صديقة ولا أخت؟ ويا ترى حصل لها إيه؟ وبتخرج سولو زعلانة جدا وبتقرر إنها تدور في الكتب، وبنلاقي إن في طريقة تعوض بيها السيد رونج. في الغابة المظلمة موجود هناك شجرة اسمها شجرة الأكسية السحرية، تنمو بجذور مختلفة وتستند إلى بعضها البعض. شكلها بيتغير وبتتخذ أنماط مختلفة. وثمرة شجرة الأكسية تقدر تعالج أنواع مختلفة من الجروح، ويمكن صناعة الورق من عصيرها للدخول به إلى الأحلام. الدخول للأحلام، عشان كده قدرت البنت اللي في اللوحة إنها تتحرك. وكانت شجرة الأكسية تقع في مركز ساحة المعركة بين البشر والأرواح الخالدة، وموجودة في الغابة المظلمة. واللي بيدخل الغابة دي بيتم معاقبته ومش بيعرف يخرج منها أبدا. شكل كده البنت اللي في اللوحة مهمة جدا للأستاذ، رغم إنها مجرد صورة مزيفة، لكنه لسه غارق في حلمه الوهمي. لو قدرت أحصل على ورق من شجرة الأكسية وصنعت ورق جديد للوحة هيتمكن الأستاذ من الاستمرار في حلمه. لازم أتحمل مسؤولية أخطائي. وفي مشهد تاني بنلاقي الأخت ياوتشي بتبلغ الآلهة يانشيا بإن سولو نزلت من على الجبل. يا ترى نزلت للتدريب ولا لجمع الأعشاب؟ معرفش، بس الجاسوس قال لي إنها مشت ناحية الغابة المظلمة. يا ترى ليه راحت للغابة المظلمة؟ شكلها كده فعلا الشخص اللي أنا بدور عليه. كل الناس بتطارد سولو وهي يا عيني غلبانة نفسها تعيش في هدوء، وفي الغابة المظلمة بيسيبها تنينها عشان يكتشف المكان. وبتقف سولو تكلم نفسها وبتقول ما كنتش أتوقع إن سنة كاملة مرت بالسرعة دي، ومش عارفه احوال جين ايه. من الاخر يا جماعه وحشها، بس مش قادره تقول الكلمه دي. بعد ما الاقي شجره الاكسيه هروح ازوره. ايه اللي انا بقوله ده سيء جدا. الحمد لله ان تنيني مش هنا وسمع الكلام ده، كنت هبقى في وضع لا يحصل عليه منه وهيعايرني اني وقعت في الحب. وفجاه بنلاقي الاشجار بتقع وتنينها بيجري، وبنلاقي بنت وراه بتجري. سولو فكرت البنت هي الشريره اللي بتطارد تنينها، بس بنلاقيها بتقول لها الحقيني يا انسه انقذيني. وبيطلع وراهم وحش صخري غريب. ولسه سولو بتفتح فضائها عشان تهرب، البنت بتمسك فيها. ارجوكي يا انسه ما تسيبينيش لوحدي، لو هتهربي خديني معاك. انت مين؟ انا معرفكيش، انا اسمي تسيان. بتبص لها سولو وبتقول لها انا خايفه منك بصراحه، وانا كمان خايفه منها. مش اي حد وشه بريء نثق فيه. المهم سولو بتحاول تحارب الوحش ده بس ما بتعرفش. تفتح الفضاء بتاعها وبتمسك فيها البنت وبتهرب في حته تانية من الغابه. انا ممتنه قوي انك انقذتيني، ايه رايك افضل معاكي للابد؟ ايتها الفتاه، لو انت مجنونه يا ريت تروحي تتعالجي. ارجوكي ما تمشيش، انا عاوزه بس اقول انك جميله وطيبه ومهارتك عاليه.
ممكن تاخديني معاكي؟ انا مطيعه جدا. هو انت مفكراني البودي جارد بتاعك ولا حاجه؟ لا طبعا ما اقصدش خالص. قولي لي بتعملي ايه وحدك هنا في الغابه المظلمه دي؟ ده بسبب ان عيلتي غنيه جدا وحد خطفني وعرفت اهرب منه بصعوبه، وبسبب حظي السيء لقيت نفسي هنا في المكان المخيف ده، وشكرا انك انقذتيني النهارده. انا هعوضك باي حاجه لو انت ساعدتيني اروح بيتي بسلام. هعمل لك معبد باسمك كهديه او هديكي فلوس. انا مش عاوزه حاجه منك. ليه بس؟ عشان اكتشفت ان حظي بيكون سيء لما بكون معاكي، وبتشولها على طول على الوحش اللي عرف يلاقيهم وبيعرفوا يهربوا منه وللمره التانيه، بس بيلاقي جذور شجره عملاقه بتهاجمهم وبتخطف سولو، والشجره دي بتجبر سولو انها تاكل ثمره منها. سولو مرعوبه انها تكون مسمومه، وسولو لما بتستخدم قوه الفضاء بتلاقي ان شجره الاكسيا بقت في الفضاء الخاص بيها. وفي مشهد تاني بيفتح الاستاذ رونج بابه وبيلاقي رساله اعتذار من سولو وانها تعوضه، وسابت له الخنجر وبتقول له انا عارفه انه كان مع مراتك فهديهولك. بيقول لنفسه مراتي وهو مستغرب، شكلنا كده توقعنا غلط. يا لك من فتاه بلهاء. وفي مشهد تاني بنلاقي سولو بقى واقفه في الفضاء الخاص بيها قدام شجره الاكسيا، وبنلاقي البنت اللي كانت في اللوحه واقفه قدام الشجره موجوده، وبتكون دي لمحات من الماضي. وبنلاقي البنت بتقطع جزء من شعرها وبتربطه في الشجره، وبتقول للشجره هديكي ارادتي للقتال من اجل بقيه حياتي، ارجو ان تكون محل ثقه وتعمل الوعد اللي وعدتني بيه. وبيرد عليها الشجره ما تقلقيش انا هلتزم بوعدي. وبتبص البنت ناحيه سولو وبتقول وماذا عنك؟ سولو مفكرها انها بتكلمها، لكن بيطلع انها بتكلم السيد رونج، وبيركع لها وبيقول لها انا هبذل طاقتي لخدمتك طول حياتي الى ان اضحي بروحي واموت. وبتشوف برضو ان الشجره اعتنت بطفل صغير. يا ترى ليه الشجره بتوري سولو الذكريات القديمه دي؟ هنعرف دلوقتي. وبتقول الشجره لسولو انت مش شبه البنت اللي قصت شعرها، وبرضو مش شبه الطفله دي، انت جيتي عندي ليه؟ قولي لنفسك الكلام ده يا شجره، انا بس كنت عاوزه اوريكي الذكريات دي عشان اعرف لو كنت تعرفيهم او حتى تعرفي الوقت اللي انا وعدتهم بيه، عشان انا مش فاكر اي حاجه. انا اعرف من الذكريات دي الراجل لان ده معلمي. الامر ده مزعج جدا. يا ترى مين اللي هيقول لي ايه الوعد اللي انا وعدتهم بيه؟ قولي الاول انت ليه دخلت الفضاء بتاعي وعاوز تعمل ايه؟ اول ما دخلت الغابه لاحظت وجودك على طول، لاني بحرس الغابه المظلمه دي منذ زمن بعيد، ومش من السهل ان تيجي سيده فضاء مثلك للمكان ده، فكنت عاوز اطلب منك امرا ما. بتقول له سولو وهي متعصبه انت ازاي تتجرأ وتقول لي كده؟ خليتي الغابه كلها تهاجمني وبتسمي ده طلب؟ انا بس كنت متحمس عشان اشوفك. انا معزول في اعماق الغابه المظلمه دي منذ زمن وخلاص كنت هصاب بالاكتئاب. اول مره يا جماعه اشوف شجره بيجي لها اكتئاب. انت بس هي سيده الفضاء الوحيده اللي تقدري تنقذيني. لو مشيت معاكي هقدر اروح اماكن كتير وهبقى مبسوط، عشان كده قررت انقل عندك واخليكي سيدتي. ايه تدخل فضائي وتخليني سيدتك؟ مش مفروض من الذوق والادب يا شجره تاخد رايي الاول؟ مالك متعصبه كده ليه؟ انا الزعيم الاكبر في عالم صراع النباتات، ازاي مش عاجبك انك تكوني سيدتي؟ هو انت تقولي للاسف انا عندي حيوان اليف روحي؟ انت مضحكه جدا. مين قالك ان ما ينفعش يكون عندك اكتر من حيوان اليف او تابع؟ المتدربون الاقوياء عندهم الالاف من التابعين، لو بقى عندك اكتر من تابع كلهم هيلتفوا حواليك لمساعدتك عند القتال في وقت الحرب. ايه ردة الفعل دي؟ شكلك مش متحمسه قوي للموضوع. وبيفضل يلك ويتكلم كتير وبيحاول يقنعها. وبنلاقي ان البنت اللي اسمها تيان عندها قوه وكانت بتتظاهر بالضعف وبتقدر تنقذ تنين سولو، واللي بيقول لها انت كدابه، انت عندك قوه مخبيه علينا، يلا بسرعه وريني مكان سيدتك فين عشان ننقذها. انت مفكرني هوديكي مكانها وانا ما اعرفش انت طيبه ولا شريره؟ كل ما اتاخرت انك توديني ليها ممكن الشجره تعمل فيها حاجه. وبيقدروا فعلا يوصلوا لمكان سولو، بس سولو بتكون واقفه جامده لان جسمها هو اللي موجود وروحها موجوده في الفضاء الخاص بيها، ومستغربين الشجره اللي هنا اختفت ازاي. وبتقول تيان شكل كده نايزك ضرب الشجره دي واختفت، وفجاه بتهاجمهم الآلهة يانشيا وياوتشي وبيخطفوا سولو. وبتقدر تيان انها تبعت رساله استغاثه، بس يا ترى لمين؟ هنعرف بعدين. وبتصحى سولو بتلاقي نفسها في الميه مربوطه، وبتمسك يانشيا سولو من وشها وبتقول لها خلال العام ده شكل رونج بذل جهد كبير في تدريبك، كنت مفكره انه هيجي في يوم ينقذ الحسناء ياوتشي او حتى على الاقل يحاول يفوضني، بس طلع انه كان مبسوط بفراقها وتجاهلها. من الاخر انا اخطات الاختيار. لم تخطئي الاختيار يا سيدتي، معلمي لا يهتم بامري، انا متاكده انه مش هيجي يبحث عني حتى لو خطفتيني. لو انت عاوزه تفاصيل عن حياه السيد رونج هقولك كل حاجه، بياكل ايه وبينام امتى وبيتمرن ازاي واقواله وعاداته، اي حاجه انت عاوزاها. تقول لها ياوتشي اوعي تتخدعي منها يا سيدتي، دي ماكره جدا. مش انت كنت عاوزه تجربي تخلصيها من تعويذه مهاره تحول الظل اللي اصابتها؟ انا مستعده للقيام بده بنفسي. وبتستخدم ياوتشي عليها التعويذه كانها متحمسه يحصل لسولو زي اللي حصل لها. وبتقول يانشي يا ياوتشي احرسيها كويس، انا هروح احضر تشكيل سحري للدفاع عشان لو رونج يونج دخل ما يقدرش يخرج تاني. انا متاكده بما ان رونج اختارها كتلمسته انه هيجي. وسولو يا عيني بتتألم من التعويذه ومش عارفه تعمل ايه. يا ريت بقى
تقاوميش، لان كل ما هتقاومي جسمك هيضعف اكتر. شكلك كده انت ومعلمتك مش متوافقين ومش بتقدري تردي على اهانتها خالص. يا ترى ليه؟ اهتمي بنفسك انت الاول. انت تقصدي الشيء اللي موجود على وشي ده؟ انا عارفه ان بعد ما يتم ازاله القناع ده وشي هيكون كالاشباح زي اسفل وجهك اللي مخبيه بالوشاح ده. مش بتردي ليه؟ يبقى انا عندي حق. ازاي الهه الخلود ياوتشي تخفي وشها الجميل اللي كانت على طول بتتفاخر بيه؟ في احتمال واحد، انك بقيتي قبيحه وخلاص. ياوتشي على اخرها وتعيط ومتعصبه في نفس الوقت وبتقول ايه اللي انا اخطأت بيه؟ ليه بتعامليني كده؟ انا كنت الهه حسناء، دلوقتي انتهى كل شيء في حياتي. انت اكيد دلوقتي مبسوطه، دلوقتي هتعاني نفس الالام اللي انا عانيت منها وهيكون وشك متقشر وجاف، والشقوق اللي على وشك هتكون كانها مجروحه بسكين. من الاخر وشك هيكون زي وشي. وبتقولها يا عيني وهي بتعيط. ما تزعليش، انا ممكن اقدر اساعدك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الجروح دي كل اللي في قصر ياوتشي مش عارفين يعالجوها، حتى يانشيه نفسها غير متمكنه من علاجها. ازاي تتجرئي وتقولي كلام اكبر من حجمك؟ عشان انا اصبت بنفس اللي انت اصبتي بيه. بس تعرفي ليه انا مش حاسه بخوف زيك؟ في 3 اسباب. اولا عشان عندي قوه نفسيه، حتى لو نهار جبل قدامي مش هتاثر. تاني حاجه بتهمني عزه نفسي، مش بستسلم بسهوله عشان ما اخليش العدو يكون مبسوط اني اتهزمت. تالت حاجه عندي حظ جيد، رغم ان مقاوماتي سيئه بس قدرت ان احقق كتير. ايه رايك تثقي فيا المره واحده؟ وبتقدر سولو تلهيها في الكلام عشان تفتح بوابه صغيره من الفضاء الخاص بيها وبتخرج جذور شجره الاكسيا. ها قلتي ايه؟ عاوزه تساعديني؟ لا انت اتجننتي. لا انا اكون اتجنن. ليه بتقولي كده؟ هل البقاء محصور على واحده مننا بس؟ لا انا لا انت. لو كان الراجل اللي انت بتحبيه مش بيحبك برضه، عندك 3 حلول. الحل السيء انك تدمري المنافسه اللي هو بيحبها، وبرضه حتى لو نجحتي في ده احتمال كبير ما يحبكيش بعدها. الحل المتوسط انك تحاولي معاه اكتر من مره، والحل الافضل انك تتخلي عنه. والله يا سولو كان نفسي اقول لها الكلام ده من زمان. وزي المثل اللي بيقول الراجل لو ما حبش مهما عملتي مش هيشوفك. لازم تتعلمي الاول ازاي تحبي نفسك. اخرسي. انا عارفه جين من 10 سنين واستنيت 10 سنين عشان اكبر وابقى انجح وافضل. لو ما كنتيش انت موجوده كان هيحبني انا. كل البنات بيكذبوا على نفسهم بالكلام ده، مفكرين اننا الوحيدات الموجودين في قلب الراجل، لكن مقارنه بالاشخاص اللي بتظاهروا باعطائك الامل وبعد كده بيجرحوكي بعمق من ورا ظهرك. وهسولة يا عيني جربت طعم الخيانه من اقرب شخص ليها. لازم تكوني فرحانه ان جن واضح وصريح معاكي مش بتظاهر بحبك وبعدين يخدعك ومدلكيش امل زائف. كلام فارغ. لما يتعلق الموضوع بالحب ولما بذل الشخص مزيدا من الجهد اكيد هياخد المزيد في المقابل. طالما انك فاهمه مبدا التبادل المتكافئ، ايه رايك نعقد صفقه وبتحجمها سولو وتمسكها بجذور شجره الاكسيا؟ ايه الشيء ده؟ رغم ان قوتي الروحيه مغلق عليا، بس شجره الاكسيا داخل فضائي ممكن تخرج وتعمل اللي هي عاوزاه. عندك النار القطبيه العظيمه وشجره الاكسيا لحيله الخشب وكمان قوه الفضاء. انا خايفه ياوتشي تحسد بنتنا سولو، وبتوافق ياوتشي انها تعقد معاها صفقه انها تديها بذور شجره الاكسيا القديمه لانها تعالج جروحها، وفي المقابل سولو هتخرج من المكان ده. وفي نفس الوقت بتوصل الرساله بتاعت سيون لبيتشن اللي على طول بيديها الجين واللي بيجري جري عشان ينقذ حبيبته. وفي نفس الوقت بيعرف السيد رونج ان سولو في خطر وبيروح جري هو كمان. وفي مشهد تاني بتاخد ياوتشي سولو عند المكان اللي هتخرج منه، ولما بتحاول سولو تشيل القناع بتقول لها ياوتشي ما تتعبيش نفسك، لازم تستني لحد ما يزول مفعول الدواء وهيقع بنفسه. وبتديها سولو بذور شجره الاكسيا وبتقول لها شكرا ما تشكرنيش، احنا مجرد عقدنا صفقه، احنا كده متعادلين. وقبل ما سولو تخرج بتقول لها ياوتشي انا هفكر في كل الكلام اللي قلتيه، يا رب بقى تقتنع ويكون عندها كرامه وما تجريش ورا راجل مش بيحبها. ولما سولو بتحاول تخرج مش بتعرف لان نيان شيا عامله جدار للاندفاع ما حدش بيعرف يخرج منه، وبتظهر لهم وبتقول لهم ايه الامر الممتع اللي انا شايفاه ده؟ انتوا عاوزين تهربوا؟ ولما بتحاول سولو تعمل مهاره تمزيق الفضاء ما بتعرفش. انت فكره ان هسيب اي حد كده يستخدم مهاره تمزيق الفضاء بسهوله؟ انا عملت كده عشان عارفه ان رونج يونج بيعرف يستخدم المهاره دي، فامنت المكان كويس عشان لما يجي ما يعرفش يخرج. وبتبدا سولو وياوتشي في القتال معاها، وبتقول ياوتشي ليان شيا انت فعلا عجوز ماكره، انت قلتي انك هتشيلي الدواء السام من على وشي، دي كدبه برضه صح؟ انا كنت بس عاوزه اديكي الامل. وبتقولي مين عجوزه ايتها الواقعه؟ انا لسه شابه جميله، طالما الموضوع كده ما تلومنيش لو انا خنتك. وبتنجح سولو انها تمسك يان شيا بمساعده جذور شجره الاكسيا، وبرضه جذور شجره الاكسيا بتنجح انها توصل لمخبأ اللي حاطه فيه يان شيا كل العقاقير. وبتنجح سولو انها تعمل الاكسير اللي بيدمر الحاجز اللي هم محبوسين فيه، ولكن بسبب قوه تدمير الحاجز بيقع جزء من الجبل بيهم كلهم في الميه. وبتنجح جذور شجره الاكسيا انها ترفع سولو على الواح خشبيه. وفي مشهد تاني بيوصل الامير جين عند تسيان، وبنعرف من كلامهم ان تسيان كان بتراقب تحركات سولو بناء على طلب
جين وبتعيط له وبتقول له انا اسفه انا ما عرفتش احميها. وبيوصل بعدها الامير جين والسيد رونج عند مقر يان شيا وبيلاقوا يان شيا بين الحياه والموت وبيحاول السيد رونج انه يعالجها عشان يعرف ايه اللي حصل. وفين سولو واول ما بتفتح عينيها بتقول رونج يونج ومش مصدقه انه هنا، بتحبه وبتموت فيه وهو ولا معبرها. تعرف اني غسلت تعويذه مهاره تحول الظل، تلك الطفله اللي انت قمت باخفائها انا قدرت اطلعها، للاسف ما طلعتش شبهك واخيرا اطمئن قلبي، يبدو انك مثلي تماما، انا وانت مش بنحصل على اي حاجه احنا عاوزينها. عملتي ايه لسولو؟ انطقي، ومين اللي دمر المقر بتاعك؟ طبعا هي عندها النار القطبيه الكبيره وشجره الاكسيه السحريه وقوه الفضاء، انها ابنتها بالفعل. ولما بيحاول تنين سولو يكلم السيد رونج بيقول له ايها الاستاذ، يقوم جين مزعق للتنين وبيقول له اوعى تناديه باستاذي تاني، هو ما يستحقهاش. انا طول الوقت كنت حاسس ان الامر غريب، دلوقتي فهمت كل حاجه. في الوقت اللي انا تعبت فيه انت رجعت للبلاد بالصدفه، ولما سولو ارادت انها تبقى قويه كنت في الوقت ده محتاج تلميذ، واجتماع اختيار المتدربين كان مثير للشك، وسولو مش ابنه الجنرال سو، والحقيقه دي محدش قالها قبل كده، لكن امرها انكشف تحديدا في الوقت اللي ما كانش ليها فيه مقعد. انت اللي عملت كل الحاجات دي وقعدت تخطط ليها، ايه اللي انت عاوز تعمله؟ قولي ايه السر اللي انت بتخفيه؟ زي ما قلت لك قبل كده لا تعليق. تم اختراق تشكيل يان شيا السحر بالقوه، بالتالي هيولد طاقه رد فعل عنيفه وضخمه. بالطبع يان شيا هي اللي اصابتها اخطر لانها هي اللي عملت الحاجز ده، بس سولو هتتاثر برضه. ابدا بالبحث عنها دلوقتي، انا هروح ادور عليها، ولما سولو ترجع هتاكد انك ما تقربش منها تاني. وبتقول يان شيا لرونج يون انت عارف لما شفت وجه الطفله الحقيقه فهمت ايه؟ فهمت انك ما رفضتنيش عشان بنت تانية، بل لانك مستحيل انك تحبني. انت عندك حق، حتى لو ما كانتش موجوده بحياتي ما كنتش هحبك. ممتاز، الاجابه دي مخلياني سعيده. انا هطلب منك طلب اخير، قولي اللي انت عاوزاه. ايه تاني؟ عاوزه اتحرر تماما، عاوزه اتحرر من حبي ليك بجنون واتحرر من هواكسي الخاطئه. وبينفذ رونج يون طلبها وبيديها اكسير الرياحه للابد، وبتموت وبيشيلها وبيقول لها يان شيا انت مش بنت سيئه، لكن انت حبيتي شخص ما كانش ينفع تحبيه. وبيعمل لها تابوت من التلج وبيغرقها في الميه. ارجو اني تكوني اتحررت، انا عندي مهمه لازم اكملها. وبنلاقي مركب بيلاقي سولو، وبتصحى سولو بتتخض لما بتشوف حبيبها اللي كان من حياتها السابقه هو اللي موجود قدامها، وبيقولها ما تخافيش، في كتير من الامور ليست كما تظنين، انت عندك الكثير من الاسرار، تحبي اكلمك عنها؟ ولما بتحاول سولو ترجع من الخضه بتقع، ولما بتبص في المرايه بتتخض لان بتلاقي وش حد تاني وبتقول هي دي انا؟ ليه انا اتحولت لشخص اخر؟ وبتفتكر بقى كلام ياوتشي اللي هي قالته لها عن القناع، وبتقول يبقى كانت ياوتشي عندها حق وده وجهي الحقيقي، اذا مهاره تحول الظل حقيقيه. سولو تقدري تساليني اي حاجه انت عاوزاها. هل انت حبيبي السابق اللي من حياتي اللي قبل كده؟ انا. هل مجيئي للعالم ده ما كانش بالخطا؟ صح. هل انت جيت هنا عشان تطاردني وتقتلني؟ لا. هل هذا العالم احد مؤامراتك الاخرى؟ لا، ده بيتك يا سولو، انت كنت عارف ده طول الوقت. كنت عارف، وهشرح لك كل حاجه لو انت وافقتي تيجي معايا. وبكده انتهى الموسم الثاني من الانمي، وفهمنا ان ده ما كانش وجه سولو الحقيقي، ومن كلام يان شيا ان دي بنت الست اللي كانت على اللوحه بتاعه السيد رونج، ولما الشكرة ورتها ذكريات على انها كانت بتراعي طفل دي كانت سولو. وليه سولو لما وجهها الحقيقي بان ظهر حبيبها السابق اللي من عالمها القديم. هنعرف كل ده في الموسم الثالث. كانت معاكم شيلا، شكرا انكم كملتوا معايا الفيديو. لو بتحبوا ملخصات الافلام والمسلسلات الاسيويه الرومانسيه زوروا قناتنا التانية ملخصات سيا، هتلاقوا الرابط في الديسكريبشن. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.